حرنت إرترا نتن نوح عمتات استساقيتلو شجرات مسانخلات سجرا نتن مدمساسا زتحق أنا تدقاقامي مهرمتاتن معلئة زي بلو وديتاتن ححيسا كاب إسرائيل شمونتن سنة كساب شدشت حملة شحن شعتن يتن سمانا شعتن حمت مهرد أب تحت دليتات حزبنا أب حدنتن نسعنتن مرققات هنسا ودبنا نعزز زبط شرحو سالساي حقرا وقبائي آخد كايد بقعد نبسرات هو أود سالساي حقرا وقبائي كايد تخالي إذا قبائي زي سفيح تمكرو دحري محلابو خقبر مخالو نبعلو حبتامن تمهرتاون أوتن قون قدن نابزي قبائي زي نمبتاح زتسقرا قدنا كمينة من البات بحد إرو خقلت زكا الله يكونن قناخي تحائي بحد شنخ مبزحتي إن كتماتات نتانا موسى مدرك زراعيت بخالق شنخ دما بويدتاوي محزنتات تتقعا ناي من سحبات مدرك زراعيت مادت عوتات بزلع على درجؤ زستمقرت نوديتات مرتو زقسمت حاوسن دليتان تأماننتن زراعيت حزنن كدعاتاتون زحلفت شنك يشجر وديتات زتمكرت صنعت توفاينت مسواتي أب متكل قط مبالون تفلت ناي حبتام تمكرو عد مخانا أب قدمي فتو تكون صلاتا أكاتعي أيكونن إذا تمكرو زي حزا يا دما ودبنا تحقق ناب مكيات سالساي هجراو قبائي زعاتوي مباركس دحرز كله تمكروزي زتجبر قبائي عب تاريخ تقادلو حزبنا أقداس معرف زحازلي عبي ترخبو مخانو قلوسي إذا قبائي زي نتحقق ناي تنسائي عبيتان مرقاقتي نهزبي إرتراد معنا حوت بسراتو قوينو نهاجراوي ديمقراسياوي مذكراتنا عب معمق نخبر علاماتات حزبنا عب مرقاقاتن الجامو خمز عمم آيات أراترنا تحاي نزي قبائي زين بروغراماتون مسرت بمقبار بحدش نيات صندق تقادلو آكبا بلا كتمرشيات إنهم بقار نتو قبائي كل قاف نقربو انت زي كألنا حفشاو تحساتاتون من سبراق أحترنا قري خاب سرحاتو نقرب. تمكنت جبهة التحرير الأريترية من عقد مؤتمرها الوطني الثالث في الفترة ما بين 28 يونيو إلى 6 يوليو عام 1989 تحت شعار فلنعزز بناء تنظيمنا تأكيدا لانتصار إرادة شعبنا في الوحدة والاستغلال، وذلك بعد أن تجاوزت كل العقبات التي اعترضت طريقها وأحبطت كل المؤامرات التي استهدفت وجودها. أجل تمكنت جبهة التحرير الأريترية من عقد مؤتمرها الوطني الثالث بعد تجربة نضالية مريرة مليئة بالدروس والتجارب المستفادة التي كانت في الحقيقة ضمان شروط انعقاد المؤتمر المذكور. كيف كان الطريق إلى المؤتمر؟ ربما يصعب علينا إعطاء صورة متكاملة حاليا، ولكن كما هو معلوم للجميع جبهة التحرير الأريترية خلال مسيرتها النضالية الطويلة شهدت مرحلة تحرير غالبية المدن الأريترية من ناحية، كما تعرضت لتحالفات تآمرية أجبرتها للتراجع من ناحية أخرى، حيث يمكننا القول إنها ذاقت أمجاد الانتصارات ومرارة الهزائم، كما عاشت مراحل السيادة والانتعاش من جهة ومراحل الانحصار والانهيار من جهة ثانية، وأيضا تصدت ببصالة وصمود المؤامرات التي استهدفت النيل من خطها الوطني الديمقراطي، الأمر الذي ثقل تجاربها النضالية ليشكل حافزا قويا للوصول إلى المؤتمر الوطني الثالث. هذا المؤتمر الذي انعقد على أرضية صلبة يعد من أهم الأحداث في تاريخ نضال شعبنا، حيث يعتبر الانطلاق والتنامي لجبهة التحرير الأريترية الأمل والمستقبل للشعب الأريتري، هذا فضلا عن كونه يشكل الدافع الأساسي ليطلع تنظيمنا في تعزيز وتعميق خطه الوطني الديمقراطي الضمان الأكيد لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا العادلة. جبهة التحرير الأريترية مسترشدة ببرنامج وقرارات المؤتمر الوطني الثالث
تخطو مسيرتها النضالية بخطوات واثقة وثابتة نحو الاستغلال والتحرر. وهنا نقدم لكم ملخص أعمال المؤتمر الوطني الثالث حتى تكونوا على الصورة. بيمانه تقامكي زقلبت معبل انقصات أبديهم كبروهي أنكلي وين مركب كاب أفودت ولو سيكون بر مركبك يا حفيتا تقيد لان مقشات تقيد لان
مرحات جوائنا قبل مئتاونا حدد نزخر سوء أبدون وقع دحان مساكم مداولكم كتلو أبوان در تدادلا حرمته إذا سيرا بايكم تبسانك شماغلن ناي مقصوتي سارساي هجراي بغائنا جربوا كبروا. الثالث لجبهة التحرير الإريترية. أحييكم تحية ثورية، أحييكم بهذا الإنجاز العظيم الذي حققتموه والذي يجسده هذا المؤتمر التاريخي الذي تجمعنا إليه من كل صوب. لا شك أنه حدث تاريخي بكل المقاييس، حيث يأتي انعقاده كتتويج لصمودكم وعظيمتكم التي لم تلين أمام كل أشكال الاضطهاد والقمع والوعيد وكذلك الإطلاق. كلنا يعلم معاناتنا كأعداء تنظيم خلال 8 سنوات الماضية، ولكن لم تثنينا عن الاستمرار في الخط الوطني الديمقراطي كمعبر أصيل عن تطلعات جماهيرنا في الاستقلال والتحرر والتقدم الاجتماعي لشعبنا. لهذا كله إن هذا المؤتمر هو ثمرة نضالاتنا، ومن هنا فإنه لا يعد حدثا حاسما فحسب، بل حدثا ننطلق منه للتصدي لمهام جديدة مليئة بالتحديات تفرضها الظروف المحلية والإقليمية والدولية في شأن قضيتنا الوطنية. أيها المناضلون المؤتمرون، ظللنا ننتظر حلول هذه المناسبة بفارغ الصبر لتقييم الماضي وللاستشراف على آفاق المستقبل الرحب. وبفضل نضالكم جميعا ها نحن نبدأ عمليا في ترجمة المهام التي تلقيها هذه المناسبة، ويجب علينا أن نكون بمستوى المسؤولية التاريخية التي يفترض أن يرتفع إليها كل من يتصدى لمثل القضايا التي نواجه بها في الوقت الراهن. إن عضويتنا وشعبنا يعلق آمال كبيرة على هذا المؤتمر وعليكم. لا يسعني الإطالة في الحديث بالنظر إلى الظروف المحاطين بها وحتى لا آخذ من زمن المؤتمر، ولكنني قبل أن أختتم هذه الكلمة الموجزة لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي البالغة للتوفيق في عقد مؤتمرنا هذا، وإنني على ثقة تامة بأنكم تحسون بعزم المسؤولية وثقتي في نجاح المؤتمر لا أكيد. وشكرا. عاشت جبهة التحرير الإريترية، النصر لمؤتمرنا، المجد والخلود لشهدائنا، وشكرا. ثوراوي سلامتاي أقربلكم سلتي كاب زتفلالي بوتاتات مصينا تأكبنا لزلنا إذا تاريخاوي غباء إذا زنصبارق زرغاغصكم عاب عوت أمغسكم بزي طرطر بكل معقنتات إذا ترخبو زي تاريخاوي كمي أب قدم كل ጭቆናን عمصان نق ناي زي بلي قراصنتكمن صنعتكمن أخليل عوت زدفعلي كلاتنا كم أبالات ودب وش زحلف شمونت عمتات زحلفنا يا سكيات نفولتينا يخون مبر كاب مكل خالها قراوي ديمقراطيا ومسمرنان كم حق انيا قلاسينا حزبنا بهقتات ناينا صنتن حارنتن محبراوي قسقاسين دحر ايبلنان كابزي بمن قال إذا ترخبو زي طرح وساني ترخبو زي كونس انتلاي ابلعلها قراوي قداينا وشتاون زوباون أهجراون كنتات زولدو مخاتات زملؤو حدش عمامات نمقطام إنه بقصلو ترخبوي كبرات قبائنياتات تقادلتين نزحالفين ممزانن نمتعين متلامن نزعدل زي بعابي تعقستي كنصبيو صنيحناينا سالا قالستاتكم دما انه إذا تاريخاوي ترخبو زي زسكمنا عمامات
ዕማማት ብተግባር ንምትርጓም ክንጅምር ኢና ኣብዚ ግዜ ዝጓነፈና ዘሎ ጉዳያት ንምቅጣም ማዕረቲ ታሪኻዊ ሓላፍነት ዘሰክመና ኮይንና ክንርከብ ይግባእ ኣባልናን ህዝብናን ኣብ ልዕሊኹምን ልዕሊ ዝጉባኤ እዝን ዓብዪ ተስፋ እዮም ዘንብሩሉ ብዛዕባ ኣካባቢና ዘሎ ኣንዊሐ ብምዝራብ ናይ ጉባኤ ግዜ ክወስድ ኣይደልን ቅድሚ ነዚ ሓፃር መልእኽተይ ምዕፃወይ ግን ነዚ ጉባኤ እዚ ንምግባር ብምዕዋትና ደረት ዘይብሉ ሓጎስ ከም ዝስማዓኒ ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን ብዛዕባ ሓላፍነትኩም ክብደት ከም ዝስማዓኩም ሙሉእ እሙንቶ ኣሎኒ ጉባኤና ከም ዝዕወት እውን ርግፀኛ እየ ዕድመ ንታሓየ ዓወት ንጉባኤና كبرن زخرن سواتنا. هذا من مسؤولية المؤتمر ولكن تسهيلا للوقت ومعرفة بأولئك الذين يمتلكون خبرة في إدارة المؤتمرات حيث نعقد المؤتمر الثالث ومررنا بتجارب في مؤتمرات أخرى سابقة ولذلك نحن كقيادة قبل ندخل في مناقشة التقرير السياسي اللي حيقدم في الجلسات الأخرى اللي حنقرأه رأينا أن نتقدم بتوصية معدة بمسودة لائحة إدارة جلسات المؤتمر وأيضا بأعضاء السكرتارية وإذا رأيت يعني بقراءتنا هذا بعد أن أقرأ أنا أعتقد إنه هذه مسؤوليتكم هي ده تسهيلا للوقت واختصارا للزمن. إذا جبائي زي سروحوا جمهورهم كله زم حاضره شنخات ما كابوشتنا سكرتارية نبلا ممرات أقداسي. أمه كلتنا قرب قمة بموسى نحناون كم لبوا نايزي تأكيبوا ذله جبائي نيتات حلافة كنسو كم لبوا نحنا نقربوا نقرله. نصها انتهي هذا بتحقي من مئاتنا خميجرنا كم من محاضر حقتات مصداق كلا أي أبالات سكرتاريا نازل لنا أمه في بحادوغن حسرت ناي جزية قداي بحادوغن إحنا خم تقابل حرن ترى سالسة أقرأ جباينا نقبر لنا أمه أبتم كورونا يتقابل حرن ترى سالسة جباين نقبر كمان لنا وأب داماي جباي أب كلاي جباي أب سالسة جباي انتساتهم كله أنتم كروتا زلهم بيصوت أبوش تخم زلوا نحنا نقرأ حمله من قدنا محصار بزبل لبوا زي زغربناي نسون كم ببالكم من البعض يتتازلوا انتلو كقربوا نخيلي المؤتمر واحد تعقد جبهة التحرير الإريترية المؤتمر الوطني العام الثاني تحت شعار فلنعزز الثالث تحت شعار فلنعزز بناء تنظيمنا تأكيدا وانتصارا لإدارة شعبنا في الوحدة والاستقلال وعليه يتطلب من المؤتمرين الأخذ والعطاء بروح التعاون والمسؤولية من أجل إنجاح المؤتمر وفقا للضوابط الآتية. البند الأول: يشكل المؤتمرون سكرتارية المؤتمر من 8 أعضاء في أول جلسة لأعمال المؤتمر. البند 2: مهام سكرتارية المؤتمر: ألف، تتمتع السكرتارية بصلاحيات كاملة لإدارة أعمال المؤتمر حتى آخر جلسة من أعماله. ب، تضبط محاضر الجلسات باللغتين العربية والتجرينية. ج، تتخذ إجراءات الانضباط: تنبيه، إنذار، حرمان من الجلسة ضد الذين يخلون بسير الجلسات. د، قسم وثائق المؤتمر للقيادة الجديدة، تسلم وثائق المؤتمر للقيادة الجديدة بعد إنجاز المؤتمر أعماله. البند 3: إجراءات الانضباط: في النقاش تجري الأولوية على النحو التالي: 1، نقطة نظام. ب، توجيه. ج، سؤال. د، معلومات. 5، توضيح.
بعدين أخيرا اقتراح. البند الرابع اقتراح. ألف يقبل الاقتراح إذا كان مثنى بصوتين على الأقل، وإذا لم يحظى يسقط. باء بعد نقاش الاقتراح الوارد يطرح للتصويت. جيم أي اقتراح قابل للتعديل إذا قبل به صاحب الاقتراح. البند الخامس إجراءات التصويت. ألف يتخذ المؤتمر قرارات بالأغلبية العادية. باء يجوز إعادة النظر في القرارات المتخذة بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر. جيم يتم عد الأصوات، أولا المؤيدين ثم المعارضين وأخيرا الممتنعين. دال في حالة تعادل الأصوات بين المؤيدين والمعارضين يعاد النقاش بدون تعديل، وإذا لم يحدث تغيير في نتيجة التصويت يسقط الاقتراح ويطرح اقتراح جديد للنقاش. البند السادس جدول أعمال المؤتمر. ألف مناقشة التقرير السياسي وإقراره. 2 مناقشة البرنامج السياسي وإقراره. 3 مناقشة النظام الداخلي وإقراره. 4 القرارات والتوصيات السياسية. 5 انتخاب القيادة. 6 البيان الختامي. هذا المقترح. من محدار أخيباتات قبائن تقادلو حارنة إرترا ناي هزبنا دليتات حادنة ناسنة مرغغات هنسا ودبنا نعززها بتحت زبل شرحو سالساي تغلال هاقرا قبائن أمكيات تركب سلزخا قبائنياتات مئنت قبائن بعوات كزازم بناي حلافنة مدققا في المنفس بمسرة السعب القباب كواسو يدلي عنكس حادي قبائنياتات أب قدامي أخيبا قبائن كاب أولات قبائن حانتنا أخيباتات قبائن التكايد بشمونت سبا زقومت سكرتاريا يمرسو عنكس كلته إمامات سكرتاريا هي سكرتاريا قبائن جميرو كساب زودا سراحاتو ناي مكياد حلافنت اللوان لي مزقب قبائن بكلت يوك أنقواتات مالت تقرينيان عربينيان تعقب سنة سرعتها سقومتات توسد مفلات ويتنبيه متنقاتا أخيبا بقبو نخي كايد نزعنكف كابتا أخيباتيا موسى ما قبائي سروحو مسفتسمي سندات قبائي نتات تمرتقت مريحنات تركب عنكز سلسته كتعبز سعبا قوابي السلاسل هي نت بسرعات لي مدب ح حتو ما حبريتا سي مبرهي ري رئيتو عنكس 4 مختع زقرب رئيتو هي رئيتو قبول زخون انتو حدا بخلتا خالوتا باعتاتات مزدقفي مزيد قف ودو يخون لا دحر اخول كتع مكياد دمصي يقبرلو هي انت دا رئيتو زقرب تقبلو زخون رئيتو ممحياش كقبرلو يكال عنكس 5 أقاب دمصي هي وسانيتات قبائي بترى بزح دمصي يحلف لي وساني زحلفو اللي قداي كان بحدش نخلعال نايكل التسيسو قبائنياتات دقاف يدليو هي مفقاد دمصي كايد كله مجمريا نايتوم نتر إيتو زدقفو دحار نايتوم زقاومو أمود داتا دما نايتوم دمصوم كهو زي دليو يقول صار ما نايتوم دقفتن تقاومتن دمصي معرة مزخون كم بحدش كتعي كايد أب دمصي لوت مزيركب اترئيتو يودع أب كندو دما حدش رئيتو يقرب عنكز شدشتي أجندا قبائن حادي بوليتيكاو تسبساب كتعي كايدلو يصدع كلتي ندفي بوليتيكاو مدبعيو ينبب كتعي كايدلو يصدع 3 ندفي ودباو هنسا حقي كتعي كايدلو يصدع 4 بوليتيكاو سانيتاتن لبواتاتن 5 ممراس مريحنت 6 دمدام أواج هذه ال4 أيام أعماله بأقصى سرعة ممكنة تتي أدلينت ناي كتافي أسالتو نايزي
أخبازي وينايزو بازي أبتي تمدي بالزلو 4 معلتات نقودة زي ناي كله أبال نايجيبو بأي متحبارن متحبارن يحدد مقنياتو أي مفلتن هنا احنا بزك أكيدنا شحنت شعتميتن 8 شعتن كلاي معلتن كلاي زورن سالساي غباء تقادر حرنت إرترا جميرو أبزي زورزي بوليتيكاوي تطلب ناي ودب بمرحنات زتدالوي ببصاي أحمد محمد ناصر أبو أمبر صورة بايتم في الصام الشمالي تقادر حرنت إرترا تقرب متصور الإريتريا في نهاية الستينات بشكل هدد وحدة جبهة التحرير الإريتريا التنظيم الوحيد في الساحة آنذاك. وعجزت القيادة السياسية في المجلس الأعلى عن إيجاد مخرج لتلك الأزمة، بل الأدهى من ذلك تفاقمت الخلافات بين أفرادها. أخذت القوى الوطنية والديمقراطية زمام المبادرة وكثفت جهودها من أجل عقد مؤتمر التنظيم. تبني برنامج سياسي واضح وانتخاب قيادة سياسية بطريقة ديمقراطية، الأمر الذي تحقق في المؤتمر الوطني الأول لجبهة التحرير الذي قانو فوزلو شجرات قنع مفتوح ترخيبو نمتانا كتصالي تقادلو مدرخ عينتاو لو تزلون زماع بلن وصيت كله زخل بزترفه اتشجرات كم زلو كقصيدي نقدميت زي سقم دما دحريت بمتراف دحريت شجراتنا تغوتته تبقسو سينو امونغو مسرحنا يوسانين زلو ركب يقارص حاتن بتمكرو كم ترغاغصه بديمقراطياوي لزب مفتاح ابز بل تختلنا متكلاو مرغص بمصنع سلسته نتي امير ارتران اوشت ايثيوبيان زكا زلو حدش معباليتات بزغبون مقطام قال هاغرا غبا ناي تغادلو حرنت ارتران از صعب يوسن حادنت نمرغاص بستفلالينا يركب اغابات مسزبا حيلتات حرنت ارترا ديمقراطياوي لزب مكيال كليتي قال هاغرا غبا نمرحنت أبتة تقيسو زلو متكلات تمركسو نزع علامة زين معوات كل زاد اللي مدباتن سقمتاتن خوسد يوكلو بعتن أمونغو تقادلو حرنة إرتران هزباو قنبار حرنة إرتران تختمي علاموها دحروسن نايمو هاد مدرخ إذن كلتا ودبات كمسرتا زبل إذن كلتا ودبات زبل نيرون نهزباو حيلتات بزاقدسون عاقمتاتو بزي قدس أميدا إرترا هلونا زلو بوليتيكا ودب سلازخوني بزعبيو كلتي ودبات أبتو سنة نجار تسمع معي أب قدمتنا إذا حالة جزيات قرحنتاتن ناي مرير تمكرون زي صعابو زي متأمانن سبيبات حساسبان أب جزياو تقمتات متقارن تقطعو كبل أي كان حرنا تقراي محزنة بمقباركا أم جمري أنا هساش حنشعتين 8 عام فرنجي جميرا أبلعل تقادلو حرنا إرترا سفيح متقعتا ورارا كايدة عب خسارة سعيبولو كساع حجون ساعبيناتو كساقيا يركب كم زيلو ناي تقمت سمع 7 شوعتن كم تزحالف السمع ناي كارتوم 7 5 كمون دي حروز مصا خالد سمعات قند خابو كاناي 8 حدا ناي توني سمع كل مدمدمتاو فشلت كان سياسي صغير. ومن هنا عملوا على تشتيت جيش التحرير لكن ضد كل من هو جبهه. 2 سحبوا حوالي نصف قواتنا التي تتواجد بالقاش إلى معسكرهم بأمبروي في الأراضي السودانية الحساسة في التنزيل كوادرهم راكنين كوادر الجبهة في مواقع ثانوية غير ذات تأثير. 5 جمعوا جيش التحرير التجربة القتالية الطويلة وكذلك قادته العسكريين في معسكر واحد ليتلقوا التدريب العسكري. وكذلك فعل مع الكوادر السياسية التي فرضوا عليها تلقي دورات سياسية، وكان هدفهم منعوا بطريقة مزرية وإجبار الطعام اليومية بجرحى حرب التحرير ونزل في المستشفيات والعاملين فيها. أبز مرايزي إتي كزرب زدلي بزعباتي بزبلة درجة عمامات هاقراو ديمقراسيا وصورة زنصبارة بوليتيكاو بروغرام ويبزعبا سبعوي أقاوما مالت
بزعباتي ودب كاب مريحنات كساب مسرت حائفو زركب قواسا حارستاي شكالاي نوس دلابي سورا ومهرون أيكونن ولا ونت سرعيتا ومربعيو زمركو سولون تدلاينت ممئزاز بديمقراطية إرنافي زراقز كلاس حسوا مسرت أيكونن اتزلع على حتو ودب أبها قراو مداينا أسرار عن خطأ بتاع علماء الوضع اللي ممكن تقوله تصحيح الوضع التنظيمي تصحيح الوضع السياسي يعني لو كانت ويا تجري والجبهة الشعبية ما تحالفت كل الكلام ده اللي نتكلم هل تعتقد انه ناس عبد الله بسلاحهم وقوتهم اللي اخذوها؟ ابدا الخط الوطني الديمقراطي بتاع جبهة التحرير لكان انتصر انا متاكد لو كان الظروف هادئه في ساحه الالتلاع لذلك نحن التغيير التدريجي اللي كان يعني ده يعني عشان ما نتكلم كمان نحن كمان نقول في القياده كانت خلافات اذا كان ما دام نحن اكدنا القياده عندها خلافات جايز كمان هذه الاشياء دي تلعب في الاجتماعات قرارات يعني عشان كده يعني كل واحد عنده صوت ما في قرارات حاسمه كده ما عندنا زعامات ولا جقلنات بتاع اللي نفهمه ده نحن يعني اذا كان انت ديمقراطي عمل جماعي ده تؤمن به اللي يخرب عمل جماعي اذا في معاه ما تقدر تخطو اي خطوه يعني لذلك نحن يعني هذه الاشياء دي في الاعتبار تدعو مع اخفاقات مع يعني قصور في جانب التنظيم اللي كان في قياده الجبهه هيكلا ممارسه يعني هذه الاعتبارات دي انا اعتقد تدعو في الاعتبار تكون افضل صمامان بكره يعني القيادات اللي تنتخبوها من هنا من هذا المؤتمر يعني تتوضح لها حقائق كثيره على اساس الاجراءات اللي تتخذها تكون سليمه في مسار حركتنا مستقبلا. اتي سرعتها اقباب اعتقاد له حل ترترا بصفه يكايدين نبرين زبر ريتات نحن نقول لنا كلهم تقول لهم اذا حادث رباحي كلا اين كمان نحن كم تقادر حل ترترا نيرون كنبلون كلنا لا بنا درجة دلنا راتلو كم كرولو ناي قام قطعتلو ناي أفلتو ناي سبلو كم مثال أخذ قسم كلهم تايله وهذا التحرير الشعبية إذا كلهم أسرع عمل إذا باقوم بار سريحة نحنا سريحنا كارو سريحة كنا وتقوم زي خالنا كنا يخون أنت والكلام حدا خلته قاط شو عند السبت ولا شو من السبت حكونا ليش مسيطرين عنه هل على أساس عندهم معلش سلامنتا مزي عصر وشوعات السب زخونو كساب حجي اسرع عم التقاري سلام نق نقولهم زي خاطر يا اخوه انستتيوشنز مؤسسات يعني مؤسساتنا تنازل لنا مثلا مؤسسات نق زي يقول سورة تتخرى ملء ممكن حاجة تمسي انت حاجة انا وزا بخير غدا كمسم كله ملين كي ترفن نودر تقال حال ترترا يركبنا لكن كم قالوا تلو أتاخن زنا وكائنا أو سألنا بس زبدة يعني سلزي نتقومون يحافظ عليهم زي ما يحافظ على نفسه يعني قومون مردا أقداسي يعني سالسي إحنا كم مرحنة قريتشيتات منقوم نيرو بصفة خيان ده كمان ينعكس ينتبارك أتصرحات هاي مرحلة مخنياتو أبز مرحلة زي وساني زخنا وساني كوسي زخيل لن أنا بقوم بيني هذا دمتي مثلا نمسون قالوا يعني مش بتجيجنات ولا خم أي كنا نوتران عمل ديمقراطي كان كايدا أنت درينا في ديمقراطية وصراحات بصفة كان كايدا حباراوي صراحات زي كايد بدو منتظر زي خير أمير إرترا ما يعرف المجتمع اللي فيه وإلا دفعنا قبرا مالتي يعني سلازي كم وزر وبرم النيرون مليون سلازي إيزي أبقمت إننا وصدكم كان الزهرة بحيش مخنياته أبزات وبائز يعني مرحلة كنوسينا مسوت أنا إذا أبقمتها وصدت أصبح أنبر عسى سحر كمان أن جميع وثائق التنظيم بقيت كلها مع الجناح الانقلابي. مع ذلك التقرير كان شاملا ووافيا وأجاب على كثير من التساؤلات ووفر علينا كثيرا من الجهد وذكرت أشياء كثيرة بالتواريخ باليوم والشهر والسنة ولذلك هذا الشكر والتقدير على الجهد الكبير التي بذلته من أجل التحضير لهذا التقرير. الوطني الثاني ظهرت إرهاصات عديدة بعدم الرضا من نتائج المؤتمر كما ورد في التقرير وبدأت تظهر تجمعات عديدة في داخل التنظيم منها ما سمي وأهمه في تلك الفترة الفالول والسؤال المطروح
هل قامت قيادة التنظيم بمحاورة الفالول حوارا ديمقراطيا قبل الصدام المسلح معهم؟ والشق الثاني من السؤال: وهل الفالول كان مدفوعا من طرف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كما كان يشاع في تلك الفترة، مما يؤيد تلك الإشاعة أن البعض منهم انضم إلى الجبهة الشعبية، ونرجو توضيح ذلك. السؤال الثاني الثالث: عندما اشتد الصراع على السلطة بين أطراف القيادة ولم تتمكن القيادة لإيجاد الحلول المناسبة لخلافاتهم، فلماذا لم تدعو القيادة إلى المؤتمر الاستثنائي الطارئ؟ لكل سبب انت زي توهبه نبدو حتى توهب له كمان زي توهبوا عد الخاء مسائي وين توهبوا سلازخانو حجي وين تسفان قبر بتي جميرنا وقالونا متحققات نفصل في كان اي كفلي نايتي زيادة تجراي حركة تجراي كانت عندها موقف صريح فيما يتعلق بحقوقنا الوطنية كإريتريين، وأيضا EPRP تدريجيا يعني كانوا يؤكدوا على حق تغيير المسير للشعب الإريتري، وعلى هذا الأساس كان نتعامل مع الجميع في داخل إثيوبيا. ويان تجراي تعاملنا مع EPRP كانت تأخذ علينا كمؤاخذ على جبهة التحرير الإريتري، كانت تتعامل مع ويان تجراي كادت أن تفهم EPRP إنها جزء من بعض وهم كانوا صفوها. تقييمهم لتطورات في إثيوبيا ويعني تقييمهم للوضع الدولي كان يتفق تماما باتجاه يعني التحالف أكثر وأكثر مع جبهة التحرير يعني كل حد وأشرة تبعنا. حتى كمان كانت أغاني مسجلة بتجراي تغني بقاش من ضمن اللجنة لمعالجة المشاكل في الحدود أغتيل بهم في تاريخ إثيوبيا قاعد يعني. إذن هدفين متناقضين. أيوة. هذا تحالف انتهازي لتصفية قسم سياسي وإرساء مبدأ خطير في الساحة الإريترية. أبزي دحري زنجر زمفشال مسمر حنوتهم أبزنت بزمميات غيرنا موسى زبهالنا وتهدرا وحلاف الزنبرة نسوين بوغونو كاسيت ملينا زوبا زنبرة حبرة انتايو نحنا زلنا مسزباو جنبار مستخبتاو شنق ولا وين كسبنا حادث بدرجة حد هاجر كن كدلو النخيلينا إذا مريحنات بصبصاب بس حوا إتي أبر إستي تجادلتي كوس دوز حسب الفشل سقومتوي بس حواي كالوين نصهم كبوجوسن كله حتى دوبي حتى أمنير كم بيهراو حتى إذا جاش نهنا إذا بنحطه مستخارتا مسوز تسنى كم بيجمع ياوين يلومو حيلتات ببناتو من جدي قبل عليه تقادلو حرنة إسراء كوسدوز دلي سقومتات نيرو بوياني تقراي اندحر كوين انتايو مدب ناي وياني حرنة تقراي أبقى للصم بيناي أقباب كم زعوتو مدباتهم كي انتاي نيرو تقراي أبي أزلا أمونغو إيرتران أمونغو إثيوبيانا فتح بداي إيرترا انتاي سعبينات كملص يخيل قبل علي قالسي وياني تقراي انتدع بداي إيرترا مسرعات إثيوبيا تفتحوا قداي وياني تقراي كنودو غيرهم سلزري وي سلزي نعوم أقداسي نيرو إدمي قالسي وياني تقراي أما دمدمتو أزبتصح فتحنا قداي إرترا نعا آتوم كساب كندي حادقين خم مخانو يريو نيرو اتين نفتح بزي زخونة يخون كالمخونات نفتح قداي إرترا قالسي نبرا تقادلو حرنة إرترا كداخمو جدن نيرو تزي ناي هزباو جنبار دليت كي انتاي نيرو هزباو جنبار نجزارسا إدمي
ጉዳይ ስልጣን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ምፍትሑ ጉዳይ ኤርትራ ንኽፍታሕ እውን ቅርብቲ ከም ዘይነበረት በቲ ናይ ስምረታዊ ጉዕዞ ክንርኢ ንኽእል ናይ ሃፀይነት ከ እንታይ ነይሩ ኣብዚ ዞና እዚ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ናይ ዴሳዊ ደንበ ንኸይህሉ ኩሉ ግዜ ቃልሶም ኣብ ሶማሊ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ ዴሞክራሲያዊት ውድብ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ምስ ዴሳዊ ደንበ ዝተኣሳሰረት ክትበቆል ከላ ግድም ምድኻማን ምጥፋኣን ከማን ናቶም ጥቕሚ ከም ምዃኑ ስትራቴጂ ናቶም ከም ምዃኑ ይረአ ኣሎ ብሓንሳብ ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝወረደ መቕዘፍቲ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ጉዳይ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ምክንያታት ይሃልዎ እምበር ናይ ነፍሲ ወከፎም ስትራቴጂ መጻኹምን ጽኑዓት ሰራዊት ሓርነትን ሓፋሽን ኣብዚ መዓልቲ እዚ ምርኣየይ ዓበ ሓጎስ እዩ ዝስማዓኒ ይንገር ዝነበረ መን ይኽበር የልቅስ ዝቐበረ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሰዓቲ ንመሪሕነትና ብተደጋጋሚ ጸብጻብ ናይ ወያነ ትግራይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተንኰላቶም በብፍሉይ ይቐርብ ነይሩ ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብመስመር ስምምዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ወያነ ትግራይን ንምቋም ልኡኻት ድሕሪ ምስዳድ እቲ ስምምዕቲ ገና ኣብ ሰፈሮም ከይተመልሱ ቶም ኣባላት ተንኰላቶምን ዕላምኦምን ኣብ ህዝቢ ክዝርግሑ ተረኽቡ ሓደ ካብኡ ህዝቢ ኣኪቦም ብርክና ክሳብ ንኣምን ሓይልና ክሳብ ነደልድል ተደይኮይኑ ምስ ጀብሃ ዘራኽበና ነገር የለን ዝብል ገለጻ ብህዝቢ ገለጹ ብድሕሪ እቲ ኮሚቴ ንዓና እቲ ሸቐጣት ናይ ስምምዕ ኣብ ኣኼባ ውረደትና እሞ ሰሚዕናያ ስለ ዝጸናሕና ንሕና ከዓ ተቐባበልና እያ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ሸቐጥ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እከለ ዝተባህለ ቦታ እከለ ዝተባህለ ካድር እዚ ስምምዕ እዚ ንኽንጥቀመሉ ዳኣ እምበር ምስ ጀብሃ ዘለና ስምምዕ የለን ዝብል ብዕለት ክንዲ እዚ እከለ ዝተባህለ ካድር ኣብ እከለ ቦታ ገለጸ ናይዚ መልሲ እንታይ በልናዮ እሞ እቲ ዝገልጽ ዝነበረ ጭብጢ ብጭብጢ ስለ ዝቐረቦ ዝህቦ መልሲ ይረኸበን ንጽባሕ መዓልቲ ኣቋፅሩኒ በለ ጽባሕ መዓልቲ ከም ዘይነበረ መሊኡ ኸደ ሰዓት ከይበዝሓኒ ከኣኽለኒ ምእንቲ እዚ ጸብጻብ እዚ ብግቡእ ኣብ መሪሕነት ቀሪቡ ነይሩ ሓርነት ኤርትራ ዝነበራ ስምምዕ መሰጋገሪ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ እዩ ናይቲ ከዓኒ ንምሕዝነት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ ፀረ ደርጊ ዝኾና ምንቅስቃሳት ኣውራ ድማ ምስ ትግራይ ከመይ ነይሩ ዝብል ነጥቢ ከተኩር ዝደሊ ኣቐዲሞ ኣቦወንበር እውን ጠቂሱ ከም ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ንሕና ክንሪኦ ከሎና ፍሉይ ኣትኩሮ ክግበረሉ ዘለዎ ነጥቢ ኣለዎ ኣቐዲሙ እንተ ምስ ህዝባዊ ግንባር እንተ ምስ ወያኔ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ግርጭታት ወታደራዊ ምትንኩሓት ዘይነበረ ኣይኮነን ነይሩ እዩ ግን እታ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ዝተወስደት ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ምድምሳስ ዕላማ ዝነበራ እያ ነይራ እዚ ስለምንታይ መፅኡ ክንብል ከሎና ብብዙሕ ሸነኻት ዝተሰናደአ መጥቃዕቲ ምንባሩ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣነ ዝረኣየኒ ከመይ ኣብቲ እዋንቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብህዝባውነት ዝለዓለ ደገፍ ትረኽቦ ዝነበረት ማለት ብዙሕ ለውጥታት ተርእየሉ ዝነበረት ነጥቢ እዩ ኣብ ናይ መሬት ፅገና ድዩ ኣብ ናይ ኮኦፐራቲቭ ምንቅስቃሳት ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ምክያድ ድዩ ኣብ ባህሊ ምምሕያሽ ድዩ እዚ ኩሉ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባውነታ ከረጋግፅን ዕቤት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክደፍእን ይርአ ስለ ዝነበረ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ብዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ቃልስታት ኣብ መንጎ ውድባት ኤርትራ ምስ ዝኸይድ ንረብሓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ዝድምደም ርኡይ ስለ ዝነበረ እታ ምሕዝነት
بوتادراو عين اختراع خلا ناي وياني ناي جنبار وتادراو صبلتنت نيراتا موتشو وان ناي متقع ناي تقادلو حرنت إرترا نيرو إتي متقعتي بحدا شنخ إذا نيرو مالتيو بخالق من قد كريون كلنا دما تقادلو حرنت إرترا ولا أب في وسائل من قصقاساتا انت خونون بصرها صياوي مرقصات ناي تقادلو حرنت إرترا نقول هز قعزلو زنبره وان أبوزح كم تيب سبت تقيسو زنبرون أبوزح عقراوي قبائتات كونه أب مناسبات نايتقال له حرنة يترى ترى هتياو مرقص نقول هس لزخده هتينتون كارما زدليولو زنبره واني تلمتات زنبرون أب ميدا يترى بززلو كوننا تنتقيدو ترى هتياو مرقص نعزز لزخده داك مسترجع كجبر اللو زبل برو من قصقاسات ناي كبابينا إذا تاني حجرات كونه ناي هتينت نبعلو نيريو بسودرعت ناي نمري وزخون يكون متصبع من بارو زي كله زي تزاميدو متيو ناي يزباو جنبار ناي وياني وناي وصاي هتياو حايتا تزاميدو سلازمتي إزي قداي زي نتقالو حرنت إرترا ناي مدمساس درجة كله حايتات أنصار إنكاساس نيريو ترح زي كونس ولا بخلوت ودباتون أنصار تقالو حرنت إرترا من قصقاسات نيرو نامنت بهزباو حايتات كساب بسنكين هزباو جنبار ناي مدقاف نيرو سلاز تقاتلو حرنت إرترا قداي ناي هزباو نتا ناي سفحاتا يرقاق سلاز نبري إزي قداي زي نتقاتلو حرنت إرترا نمتقع أقالعوا وتقاتلو حرنت إرترا أبزي مدرخ زي بفلاي كدمسس تدليا نيرا المسألة مدرخ كأن أمتي خيف مالك لذي أب مونغو هزباو جنبارن تقاتلو حرنت إرترا أحنا وزغنو بأمد إرترا تخايدو ناتو كم وسئيتات كأ قلي أبالات قلنا حنترا أبتوجع بستفعل اللي مخنات أب تحتيه زباو جنبار زاتو نيرو كاب آتوم زبزح قصري نحنا بجكا تقلنا حنت إرترا أب ميدا إرترا كال متك أتاس لزيلة لومي بهوتنا انتزي كوينو أب تحت زباو جنبار نبرك خلو مخنات يلا بزبل نحدا عمد زأكل أب استفعل اللي بوتاتا كرتت كبلت أنيهم دحري حدا عمتن قالون كأوزن وح دحري أبز جزيات زي 4 حدا ساعة 4 كنتن زغنو كادراتن قال مسرتاتن كابتي زوجو جوا حيلي أتريكم نيرا بزعبا زي أتوم مريحنا تقال لحن ترى أبتي قدم يكون ولا أبزي رخيت كيف نسبة جنبار تقبل له زنبرة مدرخ بزعبا زب سبات زي أتوم اللو دو تقتيلهم ديم نحلفت ديم تفريدهم بزعبا زي أتوم انتي أفلطو الله يبيله بعد زيتات نسوي يعني تقراي قلقل ركبات غايدو نيري لما حد نسو اتزقدم ركبات قلقل جزء انتي أو تون التون شرخاتو مستراي حد كالاي يكون جزء قدم أو جزء سمناتات ويعني تقراي حزبا وجمارن عنا تشاريخا كوقعنا كلها زخون يكون نقرات جدف بسراوت ناس أب كادراتنا أب هزبنا زورد زنبرة بشير خاقولك زي حادث رجال زلت جراتو كاب هزبنا نامن زعل زوال علو زنبرو يعني تقرأي سجماتن شجراتنا بزبالنا أبزبال هزبنا تورد نيرة كسابنا المقن صلتي كادراتنا وشيلة سلازين زخاني فوق ده مريحنا تميل إيد التعمير زريو زنبرة بنتاي مخناتي تلاقي كمان نزي حربيان تواقعين سراويت حربنات بصناعاتن بتبعاتن نغسالنا تقال لحنا يترى كساب الساعة زي مكزل بسراوي سلامتاي كقرب يفضل أما جمرتا جزية مالتين أمانجو حزباو جمارين أمانجو تقال لحنا يترى أبزنا بولد جزيتات مالتين حزباو جمارين تقال لحنا يترى مهرام زتفعل عليه مش بشباتن زتفعل عليه وتقدروا مستعصفاتن زتفعل عليه ملاتاتن سلسلاتن تكايد نير وما أبزي جزية زي كمان ودبنا أنت خونه نزق الدايزي أي سمعون أي فلو أنا مقتنع إنه مسؤول المكتب العسكري وهو عضو في اللجنة التنفيذية ما بعرف أنه هو قرار بتاعت اللجنة التنفيذية ولا قرار المكتب العسكري أشعر قادة اللواءين بالانسحاب أو بتحويل إلى عبد الله. هم يمكن الظروف في الساحل كانت ناضجة أكثر والصراع كان واضح
ويعني قدموا مبررات أنه الجبهة الشعبية ناوية تضرب الجبهة، ونحن موجودين في خلفية الجبهة الشعبية، في عمق الجبهة الشعبية. هنا نقدر نقاوم، هنا ممكن يعني ممكن ما نتفوق عليهم، لكن المعركة تكون حاسمة بيننا وبينهم على مستوى التنظيم. أكايدون إذا حدي بتحادو وانت أب قطر حموشتي أب قطر شوعته إنتم أطوافنا هنا نايت قادر حنتر نازلون مخصار زي اللي انتهى مثلا له نحنا نلتفنا لنا زي نتلفنا لنا هنا خاب تلاقي تسلي وحي بارنتو بزاي درك أقلومن إذا كله بالتأساسر مدرس تلاقي نروح بزون بوحين الشباشب نروح أما بزي إتي أنا مدبراتنا هذه تجبر لله بزي تي كوفي لله سراوتها إذا مدبراتن أمون غران زلو هذا قوون يكون هذا سراوت هذا قوون خيرني سلازي أمون قط سنين أمون قطن إذا ناي مرد طول رحتاتنا كمرد حاصلين كلا أنا غير كمان أفتك وحين زجبر زلو مدب كنفس لون تخيلنا أفتك كبار قاشين أفتك سنين زلو سراوت الخيز خيز سلازي متكاتان لازم تلنا قدف بريجيت كلتها حايلي ولا 4 حايلي انتمس حتى كتيبة انتمس يا أتاك فورتو تمس تغير إلى ما وصل كنت غيره هذا كلها زأكد ممرحتات له تجبره إذا كان كي تجبره نجبره يتوان ده توقع كخمسة جمع دوره قلت بكاسحب دحار بحري وقع مجمع بريتك أبو خنزله مستودعات أبو خنزله ناي قنابل بناي قلت تزرزروس كاب ساحب كساب شريط خنزله ما وحاجات مسوسة ورح ساعات نقولنا إذا قديفك سراوتي سحبي كون قام بقى بكلة اليوم زنبرة يكون نحن والعقوبات لنا تسنين كانوا وقتها بكرتو سلسلة يعني ما برهن سبا ميزانات ملاكن عبد الله سرفوا له من قدرات غير كمان زقلت أنا عجبني مهناتو أب جنبار ساحل مجمر تاجي كنأتون كلنا بهدف كده إذا كنت برجع زي أفتت أبي بلو زنبرة ناي جنبار تسني ناي كالوت جنباراتنا زن سحب ولا زنبرة بفلاي برجع 4 مجمرتا من قدر نسحل الرغب كوت توجه كي إذا توجه ودباوي توجه ناي فترة ما قلت توجه موان بلدنا نمنتاي زمن قد زي كمان حتى خان يري نحنا كونتاتنا يسألي ندعت ونان نداب برناني خيس لزلو ناي أفدق بحري كنكفت قدنا تابكن منا سلزلو كم قدام إمام مسيء تبعي بكالاي درجة كمان نحنا باركا ولا كاروت بوتاتات ميديرترا نزلمت وي كمان نستنا وحسراتيجينا كعقوبنا سلازي كلو جنبار ساحل كمان كانوا وصل لنا زونيا إذا كمان كلاي استراتيجية ثالثة درجة بمعرنا يزيكاني يتحدثنا تاو قداي استسمع معلو نتفتات كمان كم زنبرة الراجل قلي نبر ذاتنا تأثير ناتا صلاحها جيموا نتوم أسيرين يكون ولا نتوم كالوت تحدثنا تا كتوت قالوا أبزيت خلص زنبرة ساعات فوق زنبرة الناس ساعات الداخلية ثانيا تحالفوا يعني تقرأ وجه الشعبية تاريخ الإسيوط بوليتيكا ودبنا قلت تاي هالونا سلام كنبر أم زخون يكون جزء زخون يكون حيل كتن كفنا يقولون دينا خليك هيكون نحنا أم زخون يكون ساعات دولات من زخون يكون قداي نكون بجد هيكون انت هيدا لك أيو زباق جنبار مسويانه زجبرته لما جمرت هاي جزء زباق جنبار نبجفها لما جمرت هيكون نوقع حد كم 7 جمير كونوا نخيل تعبيا ويبويانه نفس السودان كتونا زخيل قدنا هيكون ويكا بناتهم حيد أيكون السودان دافيو كابزته مخنياتات ويروحيتات بزمدناوي أزراربا بخمي يسرع زبلي بس عبدو 3 روحيتات تقيسو أنا زيادة أبتا قداميتن كلايتني ذكر إتا سالسيتي انت را هريا خوينا حزباو جنبار هم قالوت بوغنو نسي إثيوبيا ذاك كاينو قسمياتات سلازنورة ምናልባት ደረጃታቱ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይፈላለዩ ይኹኑ እምበር ብማዕረን ትንክፍ ስለ ዝኾነ ከም ረቑሖ ኸማን ክኣቱ ኣለዎ ባህላ ኣይኮንኩን ግን በተን ክልተ ፋክተርስ ወይ ረቑሕታት ኣልዒልና ክንዛረብ ተዳ ኮይና መለስ ኢልና ኣብቲ ንዓመት ዝኣክል ዝኸደ ውግእ ምናልባት ከባይ ኣብቲ ውግእ ዝያዳ ተሳተፍቲ ዝነበሩ መራሕቲ ዝነበሩ መሰረታቱ ዝነበሩ كما يبليسون تفلتوا كلهم قال أنا أبتدي حرق مبار كوينا يكهاتوا لو خمسين وركو
زوج زي كم مسرته بثمانية تجمعنا وقا يكونن بسبعة شعتنا تحيزو زجا من نابله أمور داتا نبقى تسالي صوت كينات زاتنا له عمتي نيرو أما زو كينات زي كجمرن كله كاد جمرات حيزو سراويت حارنة إرترا أبتي زتفعل على قسماتات الناس صعدت يمثيو خنبل تراهنا سراويت حارنة أبتي زتفعل على زكاية نمرة قسماتات أقل من تسعواتي بزح كسارات بزح حلوات أقل فولي وقعت خمان زدن عواتات نافذ أنا مسيء سلازي كساب كندي ذا كل عامتات كساب كندي ذا كل نايم مكات كلفات زنبرو سرايت إتي بقوع نايم مرح بوت هدراو شنخاتو دي بوليتيكا وشنخاتو نيرون تزخول راو شنخاتو دي بوليتيكا وشنخاتو نيرون تزخول تدفيو كأتو يخيلي زبل أقبتها تشريش يا بالله أما أنا تاي أبي كبتي أو وتهدراو أمراحة إزيون كابو تنسيل ذراع سلذا يكونه بقبو نمرح نيرنا أنت نخول من الوقت التنحزان القواطر بطا خسبب كقفح خلقاب جزينا بجد مستزخيت زنبرو خناف مسأبة بحلاي قن اتقندر وحي لا أنا نميدا دشي زتونا وش تاود خلقنا مسو إزي كبل كله قن اتينا حزباقون بارنا ويان المحزنات جدا عينا برون مالك أكونا مالك إزي محزنات زي خناف زي انتزا خفك نيرو همان السودان كم ديناتو أكاتعي العامل الذاتي هو الشيء الحاسم بالنسبة لتطور التنظيم أو هزيمة التنظيم. أما العامل الموضوعي فله ضلالة في دفع عجلة التنظيم إلى الأمام وله ضلالة في إعاقة عملية التطور بتاع التنظيم، لكن هو موش الشيء الحاسم في هزيمة التنظيم يعني. دي من الناحية النظرية. من الناحية العملية لو جينا أنه القيادة بتاعتنا في داخلها كان في صراع، كانت في مراكز قوة وأي جهة كانت عايز تحسم مسألة السلطة والأغلبية في التنظيم عشان توجه التنظيم زي ما عايزة هي. في اللحظة دي الاتجاهات اللي كانت تصارع بعض لو ارتقت على مستوى مسؤولية وطنية وللحفاظ على الجبهة ككل اللي شايلة كل الاتجاهات دي وجمدت الخلافات بتاعتها، بالتأكيد الجبهة الشعبية وويانا تجراي زايد إثيوبيا ما كانوا يحزبونا أبدا. زي كنا نصبيون إحنا بباي. قال أي رخكب أمونجو حزبه هو يعني حرن التجراي حزبه جنبارن. حزبه هو يعني حرن التجراي نرخكبا أمونجونان أمونجو أمن أمونجو حزبه جنبارن نخوصنو مثل كم زلوهم وسيلهم استراتيجيكاو زمدنا مس حزباو جنبار يبلو ميلاو زمدنا مس تقالنا حتى إترا يبلو إذن هاتهم مسالي نحنا مسالاي تتقمنا لون نحنا نساتهم تكنيكاوي ميلاوي زمدنا أمونغو وياني تقراين أمونغو تحقينا لنا نابولون كله نحنا بتبعات نبوليتيكاو ساينا أي تتقمنا لون كابو حليفو نتي نستفعل عليه ودبات إثيوبيا حدا خابو إيديو يخون EPRP يخون زنبرنا لك زمدنا بتبعت كنقول صوفا ما نكالنا نفسي إذا قو بقينا يو ميلاو زمدنا ندحر نيرنا ميلاو زمدنا نيرنا إذا جيجا ندحر كوينو بزي جيجا زخاءات تتقعينا خنبل نخيل اندحر لك زمدنا ينيرو نبلو خينا خاء بلوكو عنوتو مازينا اتي جيجانا بتخالقوت ودبات كنسكمو نخيل أمونغو هزبي إرتران هزبي تقراين كركب زكاء القريجتان نتي أحزابا ينسكمو نتي ودب كنسكمو لنا مالنا كوتا اني بوليتيكاوي علامانا كهرم زخيل البوليتيكا هنا هنس يقباء نيرو مالتي بهزبا هو يعني حرن التقراي قالسي هزبي إرترا كابينا بيزب الميزان وريدي هزبا هو يعني حرن التقراي حلفوهم نقالسي هزبي إرترا مزينهم نحنا حساب زي حجي وانزي أي مزلنا يوم إذا يوتي مودة مدرخ نيرو نحنا ميزاننا نقربوا لزقباء بداية سبتمبر سنة 80 لما بدأ الهجوم تبع الجبهة الشعبية
أنا كنت في لكوية في المعسكر، ما حضرت الاحتفال ذاك المعروف. محمود وجماعة قشي، وعرفنا منهم إنه تكونت قيادة باسم قيادة الشمال برأس حامد محمود، ولمواجهة القتال مع الجبهة الشعبية. قيمنا الموقف، والموقف كان إنه الجبهة الشعبية فعلا تجاوزت شريف وتقدمت قريب لمواقعنا كثيرة. كان من ضمن الأشياء المطروحة إنه في دعوة من الخارج، وبالذات أعتقد من مصر والعراق، وممكن زميل أحمد بعرف أكثر، موجهة دعوة لرئيس اللجنة التنفيذية ومسؤول المكتب العسكري في مسائل مرتبطة بمساعدات عسكرية. واضح أنه هجوم الجبهة الشعبية هو ما بيختلف عن القتال السابق، وأنه الجبهة الشعبية بتستعد لهجوم كبير. المسألة اللي لابد أن تحل هو كيفية مواجهة هجوم الجبهة الشعبية. لابد من وجود مقر القيادة، لجنة تنفيذية المقر، إنه يكون فيه عناصر سابقة ملاكية، نبقى في المقر ونقوم بمهام اللجنة التنفيذية، مش قيادة عسكرية. في هناك القيادة العسكرية المكونة من رئيس المكتب العسكري وهيئة الأركان، ثم ترك مثلا المسألة حتى توتيل وملاكي اضطروا يمشوا للجبهة الأمامية بين الأركان وبين توتيل وملاكي من جانب. في الواحد اللي يستفيد منه. يعني نحن نذكر في مؤتمر عواتي، الناس تتكلم بالمؤتمر الوطني الأول، لكن الإنجاز 75% من الإنجازات اللي تحققت في مؤتمر الوطني الأول كان ثمرة جهد في مؤتمر عواتي. اللي واجهه مؤتمر عواتي كانت مقارنة بنفس المستوى بتاع مشاكل اللي واجهت جبهة التحرير سنة 88 كانت، لكن كبيرة عليهم، وده كبير بحجمه كبير. مشاكل الموجودة كمان معه كده يعني بروبورشنال مع بعض التجارب كمان مرت بها شعوب أخرى أو ثورات أخرى، حركات تحرر أخرى. في مثل ظروفنا الناس ما العمل نحن كنا نطرح على نفسنا اسم مشترك اللي ممكن تجمع فيها يعني جميعا لمعالجة الموقف مستقبلا. تلك الفترة أولا يجب أن نؤكد على وحدة جبهة التحرير الاثنين. واحد، الشرعية لازم تستمر، وبعدين يعني التسلسل الطبيعي لمعالجة الموقف تكون سيمينارات ومؤتمر مستقبل. القيادة اللي انبثقت عبر مساومة استمرت ما أقل من 17 يوم ولا 18 يوم. سراويت حرنات أبقاش زخلوا بتطاعات الودبات تخبيبو وقعت تتاوت كله مرحلات ودبون قليو أو وطائي قليو أبكاتو قليو أبكسلا بعلسي أب سودان كتاب كندي بسكتانا السودان تخبيبي خيط كندنا بري فلوتي أبالات ثورة البايتون أبالات نجاوي وتادراو الشمادلا بحنساب كوينهم نا حبار مدد نزي أبكاتم نعلت حمشته وحسر تحادي يتجبر قطرة بخميكم قطمو زبل حطو كل ملس أمنية أتنا بقى نحن نخارتم تبجيسنا أبكارتم نس مرحلات إصباح حيثات تراخينا كنتي أبكسلا بقرب وزي كل كالو كوينم تنحمنا نسوها مساحاتكم سمرات كنقصر كم زي قبعنا انتبع قينون بناتنا حلافنت نحنا مرحلات كلنا مساحاتكم كم أغلات ثورة وبايتو أبتي بايتو نايقوات تحر الشعبية كتاتو زبلنا بي محمد أحمد عبدون نركب أبتي أن الدولة أبو بحثر نمنا نسغاكم كبن حجي نجرناكم هنا من قستنا أي فلتكم مني سلازي دحر حجي زخوانا يقوم من كسقات كاباحاتكم كاب أباراتكم أي مدللين أجداتي تبتعوا سقمتي أبلع لخاتكم أبلع لأبالاتكم كم وسط كم نقدت كنفلتكم علينا إذا مرقس نايمنج السودان كله وهذه
مسؤول تعرف الشعبية بقدر حدنا نزارات كن زنبرنا نقص لهم كلنا إتا بكون النخل أواج نخطوة حنت سنم رحس إتا أواج تلا حنت معالتي كاتان بكون حنت سنم عند حالتها دحريه سجنتي أو لعلهم كم وسد نفلتكم هنا و سلذي قد الليرو مسؤول تعرف الشعبية أب ذات كنأتو إتي أوفيشال أو نجار جديدنا إتي نحدنا تطلعوا انتائيو بو مسرات 4 معالتي زتنا أو 4 معالتي زواتين نطبطات كل قبريكم نطبونا حجي بغطى كله ذكرى كيلو ويتزي سندات عبيدة يولن بتتسمى معنا اللي جاء نحنا إنساننا عزي عين في الرومانينا ممكن كتفوتو نحنا كلت مرحنتات علنا بونا سردنا هون جهي حقنا زبلناكم ممكن أخيباتات جرنا حتى زبل كونفرنس جرنا حادة مرحنت نتودب زمرح بعلي نخنا وصي حجيجن زجيجن خاط سببه نحنا بتفاهم وبمر بدا سلا نخيط نحنا في الرومان نخلنا ولا تأواج كل مشت أخيرا ناي بايتون ناجزاو الشمال اللنجري يتزتسمع معنا له نتبي كله تنبيبو يتأواج تنبيبو طبعا عزيز نبري ناي مورال ودكتن ناي عقل طبتن كلل أي نبري كل زخونا يقول متكاتا زغربي أي نبري سلازي متكاتا قاب زي كررو لذيك زيادة زي يمحلاف رؤسها أدمنكا تطيب أب جنبارنا قد تعرمنا سكتحتنا نحلفا مدل بذكاء المدل يتي حاسبنا زنبرنا مسرة أو حجراوي سمع خون النبلة ناب جزياوي تكتيكاوي قداي تلوت دحين كله مقلاطي أنا كبل أيضا من تقابل حالنا أتقول ذاتي بين كتسم تخل نرى وكتسم أي تخل النرى حجي بزعبو بحيث كل مقلاطي يتي ميزان نابيتي بدفو. وجلسة تملي سيخ جلسة من البات هاي فلالة. يتي أمونغو حسبا وحيلتاتن أبور حمشته على 20 حدن شحنت شعت 280 كلتن استجمرنا مجمرة مبعثها ورخكب قادلو حرنت إرترا بستفلالي فتاني نايك ألسي كونتات التحالفلو أوشتا استفلالي مفللات مكرحانات سسفنلو بناين دا عبد الله متكعتي تختتالي شجرات التحالفلو بناي سنكن عتقن شجرات التساقيلو وان كم زنبري أنا أي فلالني إذا قداي زيد ميدا استجمره كم قصلتو خاد حراي زخده جزياوش ما قال لك بقبو تكاتاتلون تفلتون قداي بنير ببقسو حزبوا حيلتات نيرو زي تاريخ مسانا رخكب كجبرو مريس أمكا أنا زبلوتي دكتور هبتي زبلو مجلسي أيسام علني ناتو حسابات هلو ناتو بوليتيكا وإعلامة هلو كا يتنساتهم زقربوا سند بمسرة التنحناس زقربوا لنا سند زأتنايو سمعن دحري وسودو كأنس على سقوطين كنت إرترا زقات أما شجرون ما قد سألتنا يتي أب سمايان كلتن بناي وشتنا يدقن حيلتات زت تسعود وديت مخالط راح يزرق. قبلت قالسي ولا نتسمع مش نبع البيت إنه قلدوا اليوم ده تيلبون نفسه نتي مسألتاتي نحنا بخمين كل موزنون لنا نزي كتاب السح فبرا بايتو بينهم قبلت إن جرى أي نبرة إذا شو قال لي بين أخذ قبرت إن جرات أي نبرة بفل لا يسورا وايتو مستزيد نبرة أي مرحل البشيلادو انتايدو يتلفت اسم النعزي نبعلو تي ودب زبهار ولا دخان أبال مرحل كهلا تخال إنه يفسيم جيم مرحل وسرد زبهار قداس لذيله كل واحد بيجي تساويته إذا ودب زي تأثرنا تجد لنا الناس رحى بخمس جواب ديو لحن ترجع ولكن قالوا أبصر أو بايتون قالوا راح تقول ده بناي سلطان عيني يرأي من باب يزيني بعلو حال عابي قالوا تايد
ولا زي سمعتات دي فسمي يلن يقول لك أنت زيك ألكم تقندي نسوي نبان تقندي ذات زي ودي بزخو كله إذا حيلي زي سينيعو كقصل جينا تات الصوات أقداسي ስለዚህ ሁሉ ጉዳይ አብዝና ተኮረ ካሊ ትርጉማትና ተዋህቦ ብዙሕ አሉታዊ ዝኾነ ነገራት እንዴ ክትዕ ዝኸይድ ዘሎ ብመሰረቱ ካብቲ ተመክሮ ከመይ ንምሃር ስለ ዝኾነ እሞሃ ናይ ግዚያዊ ሽማግለ ኾነ ናይ ሰውራዊ ባይቶ ናይታ ውስንቲ መድረክ ሓላፍነት ናይ ምስኻም ክትዕ ኣይኮነን خير زلوا بس مثلا سلازي بريتي قال حقتها تعلو كابز كله خيز أنا كنت أنا مزجوان خير قدامي أبتي وانتي تقابلو حرنة إترا كابتي وريدوا زنبري مهرمتي نموتة أبعابي شجرن أبعابي كلولاون كم زنبرة حدا حكيو زتفعل عليه ساعتها بكل تي المسمار تقابلو حرنة إرتراف عقوب زلو وشان خادمة ببريتو يخيد كم زنبرة كلاي إتي زتقبر سممع أب بحريو كنريون كلونا مستيز نبرنا كنتا بمن نسسع من رجعنا موسى قداي تزي كوينو نهزباوي حايتا لعلواي إيد زهب سممع من بارو كنا مزقبات حدنا كمتي زدلة دول سلازي نبرة نتي سممع نربحات قابلو حرنة يترك الوقت بزقبو من قد خونه وين احنا بحادة كابو مثل أشوف هنا مثل وقت زي مقالنا كم زقودعنا وشتاوي حدنتنا دول زي من بارو تتركس هالونا رابعاي مريحنة هزباوي حايلتك أب متقبار نايتي سممة مريحنة ناي هزباوي حايلتك ناتي مسؤوم أب حادنت أتيو حادي دول ودب ناي مهنات حلافنت كسكم ذاته شنخ ناي حيلي أب مدمساس أمبر أب هجراوي ربحاتات أب مقلقال كوعلوه أي مراتون أما ودعتها دما تسمع كفشل تقدر نقرأ يكون بمسرات جزاوش ما قله ندحناتن أسألناتن تقادلو حارناتي إرترا ها نمرقات إلكا تبقسلو السدما كمتي قال حيلتات تصاباتي نتكون النت زي ما الكو إنها تحازو زيادة دما تقادلو حيلتات ناي مقاومة منفسة نخزحتل زيردو رادات أخمتك أتماريحنا زي كونسي نتخونتات نسراويت مرحا خطبتمو كاب سراويت من راح دما كالا حالفو سلطان أين برات لكيعو بوليتوريو بفلاج ما بوجي لبتن زي صبارة نبرة أبهلاتات نيرو نتي كابلو حد حيزو خفكف سنحي ناي بوجي لاوي سلطان أوش تجانا إرترا مرقجا زبل كم هندبت زرقا وصو مسيلو نجزاوش ما قالون كم تكاتا مرحنة كم صبارة أو تنكسر يسمو واضح زخانة يعني ريتونيرنا وتيت نايدري تون مسجود جلبتن تفعلالينا تا مركوز بمقبر نبعلو مستني أمارة راح حطو نايكم نجزء ألسا بوتا سلطان قدام نتيبهم ني من النتجاد الحرنا إثرا بمنهتا التوزع يعني بوجا سلطانهم نفس من نخوتوان وناتهم بوتا سلطان دما كم تكاتا ودب هز واحدات مريضهم ذكالوسو أبلات مرحلة كم نورون التاريخ كسفر زلو نتبي يقولون أتحمل طبعا جزء من السلبيات والإيجابيات المرت في الفترة دي بالذات يعني والاتفاق مع قوات التحرير الشعبية ونتائجه هي مرتبطة تماما بالأحداث في الفترة دي يعني ما ممكن نأخذها معزول عنها على الإطلاق طبعا للأسف إنه كل العناصر اللي شاركت في الفترة دي سواء كانت من اللجنة العسكرية أو من المجلس الثوري غير موجودة الآن ما يخلي التقييم غير متكامل طبعا من مشاكل مفروضة علينا واللي هي المواجهة مع الطرفين بشكل مباشر والمؤامرات من قبل السلطات السودانية داخلنا كنا نعاني مشكلتين انه ما كنا موحدين
وكنا أيضا نفتقد إلى السلطة المركزية. طبعا العاملين هؤلاء اللي هم عدم الوحدة الداخلية نتيجة للمشاكل الموروثة والمستجدة وعدم وجود قيادة واحدة أضعفتنا في مواجهة المخاطر الخارجية ما خلانا معرضين للمخاطر. وجود طبعا قيادتين فرضت الظروف ما في حد يخطط لها طبعا، وأعداء المجلس الثوري الثلاثة ما كان بالإمكان التصدي للمهمة وقتها يعني، ولذلك أنا بالفعل اقترحت تكوين لجنة وقتها لمواجهة الموقف إلى أن ينجلي الوضع خلافه. وتكونت اللجنة بالفعل بطريقة ديمقراطية من المقاتلين مثلا، أصبحت حقيقة وقيادة شرعية يعني. طبعا وصلوا بقية أعداء المجلس الثوري المعارضين للحركة وبرضه أصبحت في وجود المجلس الثوري. كنت بتابع المشاكل طبعا عن طريق رمضان وبالرسائل اللي كانت تصل من الداخل، وعرفت برضه وقتها انه مجموعات قوات الحرية الشعبية الموجودة في القاش بدأت تتقرب من وحداتنا وتبدي استعدادها للمساعدة والتعاون. كانت فعلا المبادرة من مجموعة قوات الحرية الشعبية حسب ما جاءت الرسالة. مبادرة من مجموعة قوات الحرية الشعبية حسب ما جاءت الرسالة. كل وحداتنا بالرغم من المتاعب اللي كانت تواجههم برضه كانوا متحفزين في الدخول معاهم في التعاون مباشرة. فأنا برضه دفعت في نفس الاتجاه. الاقتراح الأمور اتطورت فيما بعد من خلال التقارب والخلاف بين وحداتنا وقوات الحرية الشعبية. بدأ ناس عبد الله بيشكوا في الصلة دي وبدأوا يمارسوا ضغوط على قوات الحرية الشعبية حسب ما كانت تجيهم المعلومات وقتها، وفيما بعد برضه طوروا الموقف وعملوا قانون لمجموعة من قوات الحرية الشعبية. العلاقة اتطورت في الداخل للدرجة اللي تكونت قيادة للمعارك. أعتقد كان فيها علي أحمد اللي كان ونائبه تستمرت. طبعا اتحرك عبد اللطيف بعد ما شعر انه عجز عن تصفيتنا لوحدنا، وبالعلاقة مع ناس قوات الحرية الشعبية بدأنا نتغلب عليهم. بدأ يتحرك لدى السودانيين اللي هو يمكن التوقيت بتاعه أو توقيته مرتبط بالتطور الصراع العسكري اللي هو الموقف السوداني مننا نحن، واللي هو اعلانهم بانهم ما يعترفوا بنا وانه يعترفوا بعبد الله ادريس باعتباره هو ممثل جبهه التحرير. يعني مش موقف جديد، اصله كان موقفهم مع ناس عبد الله، بس انه بدون ما هم يتورطوا في موقف معلن ضدنا ممكن عبد الله يحل الاشكال ويصفينا ويتخلص مننا ويرتاحوا. السوداني طبعا تجاهنا اخذ منف بشكلين، اولا بشكل مباشر واللي هو انه هم ما يعترفوا بنا ويعتبرونا تنظيم غير شرعي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه الضغط على قوات الحريه الشعبيه للانسحاب من العلاقه هذه والعمل مع عبد الله مباشره كمان. هم ردوا قالوا والله نحن قياده مختاره من المؤتمر مؤتمر هم، ومعاكم برضه نعرف المجلس الثوري باعتباره برضه هو جهه طلعت من المؤتمر، مستعدين نعمل معها، لكن اي جهه ثانيه باي شكل ثاني احنا ما مستعدين نعمل معها. قوات الحريه الشعبيه ووصلنا لنتيجه معينه انه هم غير الاندماج ما يقبلوش، وغير التعامل مع المجلس الثوري ما يقبلوش، وكل الجهد اللي بذلناه بما فيه مثلا دون الفرصه رفضوه. لجنه قدمت نتائج اللقاء مع قوات الحريه الشعبيه وناقشنا الموقف، وكان تقريبا معظم اعداء الطرفين كانوا موجودين. كان ساكن لانه الخيار امامنا كان محدد، اما نقبل شروطهم واما نرفضها. اقتراحات محدد منها اما نقبل بشروط لانه مش واضح الشروط، واما ان احنا نعمل تغيير في السياسه، نشيل مثلا العناصر باستخدام نتحسس منها ولا نعتبرها زي ما يقولون مشروعيه ونكون قياده من عناصر هم ما يشوفوا. نعمل بشكل كده،
على اساس انه نتجنب الانزلاق. حاجه ثانيه برضه يتفقوا السودانيين، لانه السودانيين كانوا عاملين فتره محدده على اساس انه احنا نحدد عاوزين ندخل كعبد الله، ندخل قوات حرية شعبيه ولا نطلع من البلد. السودانيين ضاغطين علينا وما عاوزين لكم انتم قواتها. وعشان كده الواجهه تبقى قوات حرية غير قوات حرية شعبيه. يبقى بدون قوات حرية شعبيه. وعلى هذا الاساس لو تقبلوا تقبلوا، ما تقبلوا احنا ما مستعدين نجاشف علاقاتنا مع الاخرين عشان الاساس لو تقبلوا تقبلوا، ما تقبلوا. من جانب ثاني برضه السودانيين حددوا فتره معينه فيها اما نحن نقرر وهم يتخذوا اجراءات. جاء بيان غير موقع وجلسنا وناقشناه نحن مع بعض اللجنه العسكريه والمجلس السوري. استمر على اساس انه من جانب اللجنه العسكريه برضه مع موافقتها على كل الاشياء كلها. ما فيش مانع ممكن اندماج يكون اي حاجه، لكن لابد من حل مساله القياده. لابد من انه اللجنه العسكريه باعتبارها برضه طرف في القياده في الوقت ده يكون لها دوره يعني، او ما دام احنا اساسا اتفقنا على الجوهر، اتفقنا على البديل ده كبديل تكتيك في هذه المرحله ما عندنا مخرج ثاني. وبما انه برضه حتى المجلس الثوري ما حيكون في الواجهه، ما حيكون في القياده اصلا، حيكون في مواقع خلفيه. يبقى بما انه هم مصرين مثلا مش بدنا نحن، يبقى ده مش قضيه اساسيه اصلا. على قلنا كبديل عمليه تكتيكيه في المرحله دي مهمه بالنسبه لنا، نحن نستفيد من هذه المظله ونحاول نغير الاوضاع لمصلحتنا. كان في ده طبعا في جدل شديد وما كان في بدائل ثانيه مطروحه على الاطلاق. لابد من نتصرف لانه الفتره قدامنا محدوده. ممكن قوات الحريه الشعبيه تسحب جيشها ونتعرى هناك. عندنا المعسكرات الموجودين في كركون هداي، قرار الحكومه السودانيه كان يشحنوا في عربات توديهم اللاجئين. كان في ضغوط من العمال في السعوديه على اساس انه اما القياده تتخذ اجراءات او اتفاق معين مع قوات الحريه الشعبيه او احنا كيفيه كل واحد بطريقته حيضرب. اما مسؤوليات اي قياده انها تكون قادره في اللحظه التاريخيه المعينه تتخذ قرار في ظروف معينه. وطبعا برضه مشينا القاش والتقينا بالوحدات هناك وطرحنا الموضوع، والمقاتلين هناك ابدوا ملاحظاتهم وتخوفاتهم، ولكن ما كان في رفض قاطع على الاطلاق. ابدوا ملاحظاتهم وتخوفاتهم لكن ما كان في رفض اصلا يعني. وجمعنا الناس في كركون كلها تقريبا هو الكادر الاساسي وطرحنا الموضوع، وبرضه النتيجه كانت هي نفسها يعني. موجود فيها المجلس وموجود فيها عناصر من اللجنه العسكريه، وما كان في اي اعتراض في الاجتماعات العامه واضح ولا كمان من غيرها بشكل واضح. هذه اللقاءات هي بمثابه استفتاء او استفتاء للقبول نفسه، هم رفضوا وهم قبولوا. اجتماعات بالنسبه لنا اصبح خلاص هو ملزم والناس تمشي في التنفيذ يعني. طبعا الاجتماع موسع تربط فيه كل القواعد بتاعنا وتبعهم هم، وناقشنا الموضوع وكل واحد ابدى رايه وفي مشارك. ما في قضيه الاتفاق هذه ذاتها بقت جزء من هذا الخلاف، خلاف في الصراع بتاع السلطه ذاتها. الاتفاقيه توصف بانها هي خدعه وخيانه وبيع للجبهه، واعتقد في ذا اللجنه العسكريه كان عندها دور. كان في ايضا اتهامات للجنه العسكريه بانها ضد الوحده وهي ما وحدويه وكل هذا الكلام، وفي ده برضه كان في دور للمجلس الثوري. قوات الحريه الشعبيه حسب انه في خلاف وانه في العمليه التنفيذيه في تباطؤ. طبعا جاني رزني يوم وقال لي نحن خلاص ده الاتفاق ده نحن كلنا متفقين عليه، نستفيد منه. كيف مثلا الفرص المتاحه والمميزات الموجوده اللي ممكن نستفيد منها كيف نستفيد منها. تم نقل المعسكرات بتاعت كركون لهامبوري
ودمج الجيش وكل ما اتخذت من اجراءات يعني وخطوات مشتركه، واللجنه العسكريه موافقه على الاتفاق وننفذ باشراف واشراف المجلس بشكل مشترك. وده حقائق. انا يقول الحرب استمرت من الطرفين، الحرب الدعائيه استمرت. النتيجه انا ما اعتقد المساله كان فيها فعلا نوع من المخاطره، وده كان فرض الظروف، لكن احنا خسرنا مش لان قوات التحرير الشعبيه هي كانت عندها كل القدرات اللي بها تضربنا وتخسرنا، لكن لانه فعلا احنا ما حاولنا نستفيد من الفرص والميزات اللي كانت متوفره لتغيير الاوضاع لصالحنا، وبدلا من كده انقسمنا. والجبهه وقوات التحرير الشعبي حتى استخدمت بعض مننا، يعني استخدمنا ضد بعض. فهمت؟ يعني مثلا اخوة التسميرات خذ من كثير من الناس اللي مشى معاه، وكانت ادوات في التصفيه يعني اصلا يعني. ده كله اولا الخلاف فيه قديم، كان موجود برضه حتى في كراكون واستمر. فنقطة الضعف بالنسبة لنا هي استفادت من 3 حاجات قوات التحرير الشعبية. الأولى فعلا انه الاتفاقية غير متكافئة وده حقيقة. الثانية الوضع الدولي كان في مصلحتها هي اصلا، كانت تستخدمه لصالحها. والشيء الثالث انه احنا اساسا والاساسي كنا منقسمين، ما كنا مركزين على اساس تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل اللي يخدم قضيتنا وتنظيمنا. اخطأنا، مش المشكلة انه كل واحد عاوز يجمع كروت على الثاني ويرميها على الاخر ويطلع منه هو نظيف، لا. واعتقد ده في المؤتمر ده كان ماشي لغايه حتى التقييم الموضوعي اللي انت تاخذ التجربه كامله بعيد عن انك همك يكون تحميل المسؤوليه للثاني يعني وتبرر نفسك وتطلع فيها، لا. فعلى هذا الاساس الاسباب اللي خلت ادت قوات التحرير الشعبي الفرصه عشان تضربنا واحد منها والاساسي انه نحن كنا مختلفين. ناي ريتو كما قلت عدل مزقبا كاب تمالي زي يمر خوينو كساب حجي بيتنا كايدو دلنا الناتنا وحي سلازم خذي عبثنا 4 ساعات بطحنا له مالتي جنا وانت حجي داي بطحنا هون الله تايكو بعينا ولو مستقل التقاليد وزمتي قدلتات النار انا اب كان حجي نتهريب بخمي الجباب ازي زحلف بنبره تمكرتات زي من اللي صلى الجبابات كثيره بعوتنا يزي سالساي هاجراغو انت وطانا نزي خوطانا زخيل نطبتات امت كوارن انت نوسد محاشي يبل نمارس ودان كنعتم كلنا سوراو بايتو بقلي اب اواجو نحنا عم رح تقاتل حرنت استا فاشينا انا ايلو كذا اواج دي زمرقات نحنا كم سراويت حرنت وي كم مسارات تقاتل حرنت استا متان كفوس النيرونا نسوراو بايتو كاب سلطانو لما حداج تزلين تزنفر نقطعلناتان نحيالناتان كمرح زقل منقديتات كمرح يقل دونيرو ايكون نزبل هتو كل هذا كملسو يقبا انت بلي انا ثوراو بايتو كاميت اترا كساب سودان اتو كساب تقمتنا عبد الله بدهريو يعني كساب اندا جاسر ويندا سبن اتو زنبر كونتا ثوراو بايتو اعتقد محجز حلفه بوزو نقطعلنات ناي تقادلو حرنت اترا يعني اصو زخونه ما اصو يقتل سلازنبره ابتو كونتا تتو خوينا كمان يعني خفوز زخونه ما اصو كخفت انا يتباينه مسارات ناي تقادلو حرنت كمان ايتباين ان حزباوا حيلتات انتاينات ناتومن قد محجي مس حزباوا حيلتات زنبرنا تاريخ سلنفلت مس حزباوا حيلتات كنقرارب ايفتن اتكونتات كمان يعني امن حنا من مقيا زو سد نبر سقمتات نيري اذا ما لكن بجاي شماغل عميدا سمعتن قال زرباتن مس هزا حيلتا جميرامو نتدهيرو زمصي ناي متنبار حادنت نساعت اسكون مالك ايكونه دهيرو زمصي حادنت ناي متنبار سقمتيتات زختمه سبي سكمه نزحادنت إذن مفتاح كأ أصو ما أصو يلن هيلو نحنا زخان العلا يبنان حتى يبنان زبالة مش يا زبالة رادا
ጉጉይ ይብላ ወስደ እቲ ሰራዊት ኣብ ፕሮኮን ተሃዳይን ዝነበረ ሓበሬታ ምስ መጾ እንታይ ክወስድ ከም ዝግብኦ ርእዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ብምሉእ መሪሕነት ኣልቦነት ነይሩ ግዜ እቲ ባእታታት ብሕጋዊ ዘራርባ ሕጋዊ ምልኣት ኣይነበሮም ላኪን ኣብቲ ኩነታት እቲ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናቱ ናይ ቃልሲ ምርጫ ክወስደሉ ዝግብኦ ግዜ ነይሩ ሰራዊት ሓርነት ከዓ ናቱ ናይ ቃልሲ ምርጫ ወሲዱ ናቱ ተበግሶ ወሲዱ ብቐጥታ ክኩነን ዝግብኦ ምዃኑ ቀጥታ ብሰራዊት ኣቢሉ እቲ ድምፂ ክስማዕ ከም ዝግብኦን ናይዚ ሰራዊት እዚ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣዋጅ ክወፅእ ከም ዘለዎ ንሪኦ ራሳይ ዝተወስደ ኩዴታ ደሊል ኣንፃር ራሳይ ዝወሰዶ ተበግሶ እያ ሕጋዊ ቦታ ኣብ ምምራሕ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሕጋዊ ጉጅለ ዓብደላ ዝተልዓለ ናይ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መሰረታታን ተበግሶ ኣሰውራዊ ባይቶ ሕጋዊ ናይ ምምራሕ መሰል ዝነበሮም ካብ ኣባላት ኣመራርሓ ማእከል ፈጢሮም ነቲ ተበግሶ ክደፍዎ ይግባእ ኣባላት እዚያው ሽማግለን ኣባላት ሰውራዊ ባይቶን ሓደ ምእኩል ናይ ኣመራርሓ ክሊ ክፍጠር ፃዕሪ ይቐርብ እቲ ርእይቶ መጀመርያ ዝቐረበ ንተሳትፎ ናይ ክልቲኡ ሸነኻት ወመሪሕነታት ንሓፋሽ ውድባት ዝውዒ ነይሩ ላኪን እዚ ኣከራኸሪ ነይሩ ክልተ መሪሕነት ኣብ ሓደ ከይዳ ኣይክእልን ንሕና ንስኹም ብሓደ ክንህሉ ይንክእል ኢና ስለዚ እቲ ጉዳይ ሓደና ክሕዝ ዘለዎ ትውድብ ነይሩ ወንሕና መርጫ ኣይብሉን ትውድብ ምክንያቱ ኣይተወደበን ኣይተጠርነፈን እዚ ነይሩ ትመወል ላ ካልእ መተካእታ ያለን ስለዚ ንኣቱ ኢናዮ በነቲ ዝመፅእ ዝነበረ ተቃውሞታት ተፅዕኖታት ኣይገጠምናያን ኣብ ጉባኤ እዚታት ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ላኪን ኣትሊስት እንተወሓደ እቲ ላዕለዋይ ካድር ዝእከበሉ ኣኼባ ሰፊሕ ኣኼባ ተገይሩ ነዚ ሕቶ እዚ ንፍታሕ እዩ ማለ ብሰብ ዝተቐስቦ ኮይኑ ፃ ኢብራሂም እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ስምምዕ ምስ ተፈተመ ኩላህና ፈትና ተሰሚዕናሉ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ግዜ ላኪን ኣይወዳእናያን ከማ ኣኼባታት ናይ ካድራትን ናይ መሰረታትን ተገይሩ ከም መልክዕ ናይ እስትፍታእ ወድሕሪ ናት ጉዳይ ወፂኡ ናይ ኣብ ተግባር ዝኣተና ተባሂሉ ኣነ እንታይ ናተይ ዕግበት ተዳ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ተፈቲሙ ላኪን ፈረድናሁ ኣብቲ ቀዋዕድ ናይ ጀብሃ ፈሪድናዮ ብላዕሊ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ከም ስምምዕ ተወዲኡ ንምዕጋቡ ነቲ መሰረታት ኢና ተቃሊስና ዳ እምበር እንታይ ርእቶ ንብሎ ኣይከድናን እዚ ናይ መርሕነትና ፈቲሕና ንቶ ዝብል መርገፂ ሒዝካ ምድራቕ ናብ ድምማዕ እዩ ዘምርሕ ነይሩ ብቐጥታ እቲ ጉዳይ ኣብ መሰረታት ተተኪሱ ስለካ ኣብ ውሽጢ ምቃለስ ፍንጫላ ኣይተመርፀ ክትኣቱ ናብ ትስምዕ ከም ኣባል ህዝባዊ ሓይልታት ኮይኑ ከካይድ ከሳላስል ከሳልጥ ከም ዘይክእል ርኢና እቲ ተበፂሒ ዝነበረ ስምምዕ ዘየተኣምን ሸነኻት ከም ዝነበሮ ተገንዚብና ማለት እቲ ናይ ምውሓጥ ናይ ምዕብላል መንፈስ ኣብቲ ህዝባዊ ሓይልታት ይረአ ነይሩ ካብዚ ብምንቃል ድማ ነቐፌታዊ ደገፍ እንተዘይኮይኑ ንሱ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በቶም ሓቀኛታት ወከልቲ ናይ መስመር ኣቢሉ ደገፉ ክህብ ተዘይኮይኑ ኣካል ናይቲ ክኸውን ከም ዘይብሉ ወጅህና ብኡ መሰረት ሰራዊት ሓርነት ኣብ ወርሒ 883 ንነፃ ተበግሶ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መሰልዓለ ኩሉ ናይ ሓፋሽ ውድባት ናቱ ናብ ኤውሮጳ ዝነበረ ቀዳማይ ደገፍ ናቱ ብኣዋጃት ገሊፁ ዓቕሙ ብዘፍቅደሉ እውን ነዚ ቀፃልነት እዚ ንክረጋገፅ እጃሙ نبلع اسكت ايوه 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 توقعت هذا يا خالد هذه ملوه زي كده والله والله الشعبيه زياده بلا جوك كاسيت نهاية مسمع أنا دمسي ولا انتاي حاجات كثيرة ايوه هذا في مفاهيم ما يشغل اقول لك الجزائر كانت متخلفه وأجرام لجنتي أمداد أكابكا دعك وأسر وأجرام لأجنيتنا لجبهة دور رسمي دور لرو يا أري جبهة تريشي قوات الشعبية ما أشتات من أبيات
لأنس لا كم سالها سامعني البشر حتى تعرف دي ولا بس صوت وحابات كي قال حمل البشر الله انت لما اعتبرنا نحدد وياك انت لما اعتبرنا نحدد ووحدتنا نحدد لكن منا انت لا التوحيداتنا منا انت لا تنظيمنا عتريه برا من وحدتنا تعرف لازم يلاقي اسم مقيس يقدر يشيك عطر ولا مسيح ولا سليمان كله يود حتى البا حتى وبقوله عرفتريها سليمان اللي لا كزنا يتعرف منها وكزنا عرفتريها سليمان يتعرف منها حتى التومته سيدنا هي انتنا صورتنا وسيدنا يحريتنا عرفتريها للحداد حريمة كان ذات إحنا تاني كوب قرناوي بعد حنا لا بدها قبل حنا الحمد لله رئينا وسمعنا لا تجمع لقابي بعن تاتنا كلنا ولاد على طريقة حد من رئينا أفضل لا حنا حاضرين في وضعنا على طريقة وما عندنا شيء من أي أعمال لا نتحدث من حتى لم لا لجنتنا كم ما كلب لا قل ندب أدمى من على وقل درار لا كودول لا تحققوا ديبنا تاع فلان لبولو دول سنعتهم وجدوا قلهم هير لبولو لا شاقياهم كما أدق لا بعلتون ده تورد دول حربات كاريا من التكدن مورة ودديو مورة ودديو كل داقنوا معتمرين حدر يعني اجتماعين حدر أي حالة دواء لمنا مقاحة لمنا من نوع عن قيسو من قبل أمبل أمن وأمبل عمل لحقونا دي بوعد عن هلاو من قبل يعني عملنا لبن الشاقه توتو وحنا حقول لي أسك هذا إنشاقه أو بجبر نسقه وبرد يعني لرملتنا نزل على فريق من أسباننا كتب مجبور يبدي بحنا ويعني نوسة بارودات من جبرنا ما يعني مقدار لبنا نحن مظلومين هلينا ولسه نعمل أسك هلينا تبعد عن على فريق للاجي من هنا من أطوبيا يتأثر من ولاد على سيارة لاجي بعده جاء جينا يكون وأطوبيا جيتنا يكون عمل أطوبيا ولاد على فريق حتى إذا أنتم أطوبيا عمل دوا نشجع لنا إن نتحارب إن نردد يعني باكم نشجع نتعامل عمل له توم تعرفوا أن العمل منعه مننا نحن مظلومين هنا والحمد لله أسك هذا اللينا دبوات عن كل مدار كان مدرخنا مدرخ الناس سجاجرة الناس هارمة حيلتاتو الناس بتسنة إزباو يكون وتهدروا حيلتاتو يمسيو مس شجراتن وركتاتن مفلاتن يتقابلوا حرمة إرترا تزاميدو زمس عمد بتتان نمت أرناف نمت بربار عندنا أبسرع كارسي نمت ماد أما بقدامنت هلونا ناي حزباو قدي أب مسرح كارسي تقابلوا حرمة إرترا مدرقات حيالنت ناي زقدازي من معبان كيدو خيدو وسان النت ناي حزباو قدي أب ناي تقابلوا حرمة إرترا كارسي مرقات مالتي والكتات زمس ممكن قال ناي سورة إرترا كبيد نياتاوي مهرمتي أوشت مسارتنا يركب كبيد نياتاوي مهرمتي قبل كله أبلع اللي تقادر حرمة إرترا زي وردي كزفتات زي تقبره وديت زي تقبره وستاتات دقاون وشتاون زي اللي حزبنا حادي درافة حايدينا يعود حرام وصي ودد كوين وصنيعو كم كاب حادي عبي ويبرخ بوتا زودقه اما نوح جزيخ اخدن زخيل كوين يو صنيعو كسا انتاي تترخبون نفسه زي عمرو بدرجات بلك تترخبه انتاي زلومي ابو باي نزار ولدنا بعدو يتود كتات كميل مسك درجة ناي ودكت إذا مسرح زي كملنا بحال زي عن قلب إلنا زبل حتى نوعدو أب نفس وكف جبهوي أب نفس وكف إرثراوي كز أب حنقول له خزن بس حتى ودكت ناينيات نمل عال عندنا تسفاخ من السكر نمكبار عندنا عوضاتنا كندقمو خم نخيل نمأمات تترنيفون عندنا نودكتاتو ناب تنسائي نخساراتاتو ناب عاود كروت أو كم زخيل نمت إمام قلل من العربية ويقلل بوليتيكاوية أيقون كل خط سامع له
ነጥብ ማለት ና ትጥርንፈና እታ ፀረና ኢትዮጵያ ምግዛእቲ ኮይና ኣብዚኣ ዝተመርኮሰ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ንኽቀውም ንሕና ብወገንና ድልዋት ነዚ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ዝብል እማመ ክሰምዑ ከማን ቁርባት ኣይኮኖም ፖለቲካውን ውድባውን ነፃነት ዘኽብር ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ይቆም ክትብሎም እንከለኻ እዚ ንርእሱ ዓሚቑ ክትዓት ዝሓትት እዩ أيناي ودباتيو أيناي كساتيو نحنا نريو بلو مالتي بحجرو كمتي أب صبصاب أوريدنا يزلنا كل زي وتهدراو كم في زلو ناي ودباتي إرترا أبتي سراويت ناي حزباو جنبار مالت حزباو سراويت كحوس الله أبو تحويسو من البات كم بوليتيكاو كم فتات نفس سريعك واسع يا خيل انت إذا سخاتكم تبلو زلهم سفي حجراو جنبار نناتو بوليتيكاون ودباون مسألات نتحلو له خيدا له زبل أبو قاعد حز أتو تزيكوينو حنتي تقوم يقولون مخنياتو أميدا تراين تراجعس عن بزحينا وتهدراو كم في أبغريتش تزأتو زبل مرجع زلهم أنا وين زتفعل عليه وتهدراو كم في تزلو زتفعل عليه بوليتيكاوي في الليات سلزلوا وزيتنا البوليتيكا في اللياتنا وزيتنا يتي بوليتيكا في اللياتنا أبحاده كنت أمرون نخلو حقيفو كواسع زخيل الجواب كان عقور سلزيك قالنا أنت زيكوينو بخالة أيكونن حد سراويت نيرو مجمرة جن بزح سراويت كنا عندنا جل أكلات حد الناس نقبر يبل سراويتي حنافس كان بحدش يفعله حدش وتدراكم فتاتي مس سلزي حدش وتادراوي سراويت أميدا إرترا حادة أبناء حزباو جنبار بمحواس راح كنفتر اللي كان تحسب كهمان مفتحي أيكونن نتزلنا شجرات وتي وتادراو كم في كابتي بوليتيكاوي كم فتاتو فليخا يرأن منتاي بوليتيكا علامة زلو تي وتادراو كم في زمسال يخون بوليتيكاو من قدي زي الناس أسأل حدا أكالي زبرئيتون يرنا و نساتهم كم بوتهدروا عيني زحايلوا ودبزلوا مرت أمات نخيمت زعابي حلافنت كسكومو خمس جبوم كمان بره نيرنا سماين حموشتن بزعبا الرأي أنا أب قداي حد النزوص أنا يوم أب كالسنا وين ما أب أول ردانا أب حزبي يكون أب ودبات نحن حد النت جرحو كالعلم كله إتنحنا زلعلنايو جرحو كم ناي حزبي جرحو نونوينا ناي حزباو جنبار أجواب أجرالس أنا أجتاتمان زيادة استنتصريو كابتي أب مونغونان أب مونغو فليات زيادة استنتصريو كابتي أب مونغونان أب مونغو إدي أمن أمونغونان أمونغو ساجمن دلو في ني حدا هجراوي سمور هجراوي جنبار نمهناس أبن نقول زلو إثيك قدامي رقوحي حتو ناي مجزاتي ويدما أبلع لي مجزاتي دلنا ميزان إيو كنبلن كلنا نايتي حزبي أب فللياتنا ومها سلمنتا يابزنت بزين فرالي تزي ناي مفتاح بوليتيكاوي تبغسو كنوسد لنا مالك جواباتنا كنوسدو زقبا اتجاه ويدما وجن أب مكلع ناي بحريات ناي زخلته ودبات إيو تزحشها الجواب كوين زراين قالوا كاب حزبي زتمرت بمثل لا يهاجروا جبائي سلطان زتركبه كاودبن كاب حزبن بحزباو مالشا بوردا شماغليتات كوينو نايتو ودب اسالطو خسالاسل صنع اكاليو مالتاي نزي تريسو كنت نايتي سراويت كين وسدلو كاب حزب استمرصيو سئلنا خينريو علامه نايتو ودبات كله ايو زفلطيو عابسو كنت نايم قننعو ويكا بوليتيكا نايم الواتو خين وسد سمع زخلا كالاي كونن تاي نغير بزبل عبي سمينار تجروي بال الباش لنفسي من نقاط كوين خير رايكم او نيرا انا حدا مالتي نما كابو حدا واحد اكل توسيدو
ኣብ ሓደ ፅንኩር ቦታ ኣብ ሓደ ፀቢብ መሬት ብክፉእ ኣረኣያን ጸልማት ዝኾነ ቀመተን ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ሓደ ፀቢብ ቦታ ተቐሚጡ ነበረ እሞ ኣብ ርእሲኡ ዝወርድ ዝነበረ ድፍዒ ካብቲ ነሰራዊት ዝወረዶ ፍሉይ ኣይኮነን ንዝመፅእ ወይን ከመይ ዝኣመሰለ ርእይቶ እዩ ዘሎ ንምግምጋም ዝኣክል እዚ ክጠቅስ ፈቱ ስለዚ ብካልእ ሸነኻት ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ክካየድ ዝግብኦ ነገራት ብናተይ ርእይቶ ክጠቅስ እንተኮይነ ብዝያዳ ናይ ተሓኤ መስመር ክድልድለሉን ክዕወተሉን ዝኽእል ተበግሶ ናይ ምህናት ብጥንቃቐ ክኸውን ይፈቱ ማለት ትሕዝቶ ናይቲ ምፍንጫል ወይ ምፍልላይ ናይ ምድሕርሓር ማለት ተጋድሎ ሓይልታት ካብ 69 ህዝባዊ ሓይልታት ብውኑ ማለት ህዝባዊ ግንባር ምፍንጫል ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ 76 ህዝባዊ ሓይልታት ብሳብ ዝምራሕ ድሕሪ 78 ምፍንጫል ካብ ህዝባዊ ካብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት እንደገና ኢዲኤም ዝበሃል 77 ካብ ተጋድሎ ሓይልታት በትን ዝበሃል እንደገና 82 ካብ ተጋድሎ ሓይልታት እዚ ኩሉ ናይ ምድሕርሓር ሓይልታት ንሓድነት ናይ ህዝባዊ ኣይሚን ውድባት ሰውራ ኤርትራ ከማእክል ዘይክእል ወላ እውን ዝፅውዖ እቕትራሓት ከማን ካብ ውሽጢ ምፍንጫል ዝወፀ ናይ ምፍንጫል እቕትራሕ ጥራይ እዩ ክቐርብ ዝኽእል እቲ ፖለቲካዊ መለለይታት ብማዕረ ዝኸማን ምስናቱ ፖለቲካዊ ስልጣንን ቦታታትን ከማን ክተኣሳሰርካ ይግባእ ግድን ብርእቶታት ክንመፅእ እንድሕር ዳ ኮይና ካብ 75 ጀሚርና ኣብቲ ውድብቲ ኣብቲ ሰዓት እቲ ክልተ ውድባት ዝነበረሉ ስጋዕ እዚ ናይዚ ሕጂ ዝቅረብ ዘሎ እቕትራሓት ናይ ሓድነት ማንም ሰብ ሸክ ክገብር ኣይግባኦን እቲ እቕትራሕ ምስቲ ወድዕ እንዳኸደ ነቲ ወድዕ ከማን ከማእክል ዝቅርብ ዘሎ ናይ ሓድነት ርእቶ እዚ ጥራይ እቲ ሓቀኛ ክኸውን ድኽመታት መሪሕነት ሰውራ ኤርትራ እዩ የኽብል بسنتون نهزمنا يخبز كل تنظيم في الساحة الإريترية قام عشان يشطب دور الآخرين أو هو بديل للتنظيم اللي قام من داخل يعني وده يمكن موجود في التقرير من هنا أكيد حيشطب التنظيم اللي هو جاء بديل من أجله من هنا دائما بيكون في خوف يعني خوف وتقوقع في داخله لأنه بحس الاتجاه اللي طلع منه حيصفيه من هنا يعني يكون في حالة بتاع استنفار دائم يا يتوقع التصفية يا هو يصفي الآخرين من هنا رؤيته دائما تتحدد أو طريقة تعامله في الوحدة تتحدد من خلال المسألة دي. الوطنية العريضة دائما تترك بهذا العنوان الواسع للقيادة بعد كده القيادة قيادة التنظيم المحدد أو قيادة تحديدا تتصل بالقيادات الأخرى ويبدأوا بتوقيع اتفاقات. توقيع الاتفاقيات دي الكادر التحتي المحتك بين الفصائل بيكون بعيد عنها تماما. واحد اثنين المنظمات الجماهيرية أو الجماهير بتاع التنظيمات بتكون عنها بعيدة جدا. إذن بتكون هي التزمت بالخط العام للشيء الموقع عليه دون أنه تشارك. بالتالي أول ما بيحصل أي هزة هي اصلا ما يعني ما التقت ما احتكت بالتالي ما حد جيف ضد اي هناك فانا مساله برفض المساله بتاع الجبهه الوطنيه الجبهه الاندماجيه تحت اي مبرر لانه ما سليمه وما علميه واثبتت فشلها في تجربه التنظيم الموحد وحتى في يعني داخل بعض الفصائل واخرها كان اللجنه يعني ما دامت بنينا هذا الطرح او وضع البرامج للمساله دي كيف؟ من خلال اولا يعني تفعيل المنظمات الجماهيرية يعني نخلي الاتحاد العام طلبة أو الاتحاد الديمقراطي لطلبة التحرير اتحاد العمال الشباب إلى آخره يضعوا تصورات هم بما يتناسب مع وضعهم كمنظمات فئوية واحد التحتي اللي هو محتك مع الكادر التحتي بتاع الفصائل الثاني باستمرار يعني في من خلال العمل وفي الشارع وفي البيت يعني هذا الكادر التحتي والكادر الفوق عليه شوية لو وضعوا تصورات هم اثنين. الشيء الثالث الشكل الجمعيات يعني زي جمعيات الهلال والصليب الأحمر زي التعليم إلى آخره دول كمان يضعوا تصورات. هذه التصورات بمجملة تقدم لقيادة التنظيم ومن خلال سيمينار عام يكون في تصور كامل في كل المجالات لمسألة الوحدة. قبل الحديث عن الوحدة الوطنية أنا في تصوري أولا نحدد ماهية أي تنظيم
عشان ما يفتح مجال للاجتهادات الفردية في الإطر بتاعنا السياسية القاعدية والقيادية. الجزء الأخير مع أحمد الدين اللي قال أنا موجود معه، لأنه في المرحلة الحالية لا يمكن أن نقر بتعدد تنظيمي من ناحية وإقامة تنظيم واحد من ناحية أخرى. التنظيم الواحد في حالة نحن على الأقل قناعتي أنا إقامة تنظيم وطني ديمقراطي في المرحلة الحالية ما نقدر ما مؤهلين، لأنه ميزان القوى في صالح القوى الرجعية متمثلة في الجبهة الشعبية وأطراف الحاجات المصيرية ما زي الأشياء الممكن تتفات في مرحلة معينة. الوحدة الوطنية هي حاجة مصيرية، حتى لازم مثلا المجتمع الإريتري من يوم توقيعها للنهاية إلى ما لا نهاية، فالتسرع فيها دائما ما بيجري في النهاية بيؤدي لنتائج عكسية أو غير متوقعة. فأنا بقول إذا كان نحن قادمين على وحدة وطنية مع الفصائل الأخرى، هذه الوحدة الوطنية يجب أن يكون فيها تأني، نأخذ وقت كافي من التأني. ليه؟ لأنه التجارب دلت قبل كده. إذا كان قبل كده عندنا مثال في الوحدات اللي فاتت، مثلا الوحدة الثلاثية إذا أخذناها كمثال كانت وحدة بتاعت يعني استعجال وكلفة، وزي ما شفتوا ما قطعت الشوط بتاعها اللي كان ما وصلت المرحلة اللي كانت دايراها، وكانت نتائجها على قياداتها وخيمة جدا جدا. إذا كان أخذنا هسا دايرين نتوحد مع أي تنظيم، يجب أن ندرس طبيعة التنظيم أو نأخذ التنظيم ذاته نفنطه حتة حتة. هسا مثلا كمثال التنظيم الموحد. التنظيم الموحد أنا بعتبره مقتطفات من الأنظمة الأخرى الغير منسجمة. غير منسجمة، من كل تنظيم فيه جزء، وكل جزء قائم بذاته. في رجل الشارع هسا في الشارع لما تتفاهم معهم بتلقاهم مختلفين في أفكارهم وبآرائهم وبتاع. فهذيل هسا الواحد إذا كان ما واحد داخلهم وما يجتمع أي فئة جاية كملمات، هي ما تنظيم. لكن التنظيم هو التنظيم القائم على فكر واحد وعلى منهج واحد، أو اللي بيعمل على منهج واحد بدون تأني. فشوف النهاية بتجي بالضرر، تعود بضرر على الوحدة ذات وليه. برضه هو زي ما شايفيننا حسا برضه كان أجزاء من التنظيمات الأخرى، وكل جزء حسا بقى يتمثل من الثاني. يمكن حتفضل حسا حتتصفى بعد شوية اللجنة السورية الحقيقية ذاتها بالميلاد، عجلة فيها لا تصلح. الخط الوطني الديمقراطي المطرح واللي هم بيوافقوا هنا لما يقروا ما يقدروا يقولوا لا، لأنه عيادتنا لما تمشي تجتمع معهم يقولوا وافقوا معنا على مشروع، ولما يجوا عند التطبيق وعند هنا بيقولوا لا نحن دايرين وحدة اندماجية. هذا المشروع نحن نتمسك به، وأنا أفتكر المشروع ده مش لنا لوحدنا، حتى لكل التنظيمات هو اللي حيخرج الناس من المعنى. السبب في عدم وحدة الشعب الإريتري هو عدم وحدة الداخلية لجبهة التحرير الإريترية، لأنه التنظيمات المتعددة في داخل إريتريا هي كلها متأسسة من هذه التنظيم، ولحد الآن تسحب اسم هذه التنظيم. أبا سبقتنا زمنا دي بلو عنا ونرئة دي بلو عنا ولا علطو الحمد لله. كلكم تأمرون وكلنا نأمر. حمسة تتبع العرب، حمسة يوم ترعينها وسمعنها. نحن نفتيو ونحن نحزيو ويجب التحرير بدير إيدتا وبدير سنيكتا وبدير فارسكتا. نقول لكم الحمد لله لأقولون فتي ولأقولون نحزي يوم نحن الله والإيامون لنا مي احنا ما نسودوفنا صعوبات والحاصل تبنا برضو جبهة التحرير نوسة تأمروه ونوسة تفهموه، لكن يوم احنا منا معتبر مبسوط. احنا مبسوطنا هي ميتة أبسنيك وابدحان وفرحان سرور خنزنا من قبي لخيرنا
وعيادتنا هشاتا سمعوا لكم الحمد لله احنا لقينا حزين وقلنا فتي يوم راكبة مالينا إيه نحضر هلا باكنا من أفضل ويا حدينا لما سلنا لما وجود دبا محلنا ديبقاش توتو ولا نتعامل مثلنا توتو لا بد كلنا حق وحدة بارتي ركبنا هي أكبرنا لوضع حين لو واحد لتنظيم دين التابع حتى قبل دين النسي فأشكاس اللي بعد بقى تيوت لوحده ما يدي نفسه الضمان فعشان كده يتحاول يتخلل ويتسلل في مشروع وحدة معين وينخرط ويمكن هذه الأطراف بصراحة اللي تلقاها عند رؤية سياسية فقط دون أي تصلح عسكري. تحريضية الوحدة مش كادر تعبوي للوحدة فقط، إنما كادر ثوري يضحي من أجل الوحدة. هذا العمل اللي ممكن أجل الوحدة. طبيعة يعني طبيعة انشقاق كل فصيل عن الفصيل الآخر لا عشان نقدر العوامل الذاتية أو العوامل الموضوعية التي أدت إلى الانشقاق. في حكاية الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني، هذه القضيتين قضيتين قوميتين، بمعنى ما قضية خاصة بنا احنا كتنظيم أو خاصة بذلك التنظيم. عشان كده يجب أن نتعامل معها من هذا المنظار. ما يجي مثلا الناس يقولوا نستشهد من أجل الوحدة، نستشهد من أجل لا، ما يعني المسألة ما بالتمني وما بالحماس. يعني القضية الوطنية احنا عندنا لها طرح جميل ونقدم فيها ما عندنا وأي شيء، لكن وكذلك الوحدة. لكن هذه المسألة عندها ترابط ديالكتيكي أو ترابط جدلي مع بقية التنظيمات الثانية. يعني ما نحن اللي حنحقق الوحدة إذا كان الناس الثانية ما تعاونت معاه، ولا نحن اللي حنحقق الاستقلال إذا كان الناس الثانية ما تعاونت معه. وبالتالي يجب أن نتعامل مع القضيتين ديل مش بحماس ولا بعاطفة، يجب أن نتعامل معهم بواقع. اندماجية. في رأيي أنا أقول بالنسبة للوحدة الاندماجية طبعا سبب بتجربتنا على أن الوحدة غير عملية أو وحدة تقريبا دخلتنا في معازق ومشاكل تقريبا لغاية هسه قاعدين نعاني من المخلفات بتاعها. ولذلك أنا أشوف رأيي بالنسبة للصيغة بتاعت الوحدة الاندماجية مرفوضة، لأن أصلا ما تناسب الواقع بتاعنا، باعتبار التنظيمات ده كله تنظيم عنده حساب سياسي وعايز يصفي مع الآخر، وفي العقلية بتاعت الانفراد، وكل تنظيم بيعمل بقدر الإمكان بحيث يبتلع التنظيم الآخر، والعملية ده أنا أقول ممكن بضر بالتنظيم بتاعنا كما درانا قبل كده طبعا مفهوم. يعني بالنسبة للصيغة بتاعت جبهة وطنية عريضة، أنا أقول ممكن ده الصيغة العملية وزي ما تحدث فيه الزملاء باعتباره في تعدد التنظيمات، والمفروض الناس تعترف بالواقع ده. العملية الوحيدة اللي ممكن الناس تقدر تعمل في سنة 86 لاستدراج الفصائل الثورة الإريترية حول رأيهم في شأن الحدث اللي كان علاقاته مع إثيوبيا لبحث هذه المسألة بجدية ومارس ضغوطات على إثيوبيا. الجبهة الشعبية يعني التنظيم الموحد حتى أعتقد الثلاثة الأساسيين اللي كانوا واللجنة الثورية كمان جبهة تحرير كثير المجلس الوطني دول كمان اتصلوا وقدموا رأيهم، والكل كان يجمع إنه يعني ما عندنا أي مانع السودان يتوسط و يعني نستطيع أن نقول يعني وفد واحد، لكن على أساس للوصول إلى حل سلمي عادل. الفصائل هذه أكدت نص سنة، لكن زينا احنا كجبهة تحرير إريتريا قلنا بوفد إريتريين واحد. تحرك السودان واتصلوا بالإثيوبيين لاستدراج موقفهم حول قبولهم أو عدم قبولهم بوساطة السودان للقاء بفصائل الثورة الإريترية. نحن مستعدين نجلس مع الإريتريين بدون شروط مسبقة. الحقيقة لا يعبر أو لم يعبر على الإطلاق شيء عن طموحات الشعب الإريتري والنداء. يعني يقولوا عاوزين نقسم الحكم إقليمي، والله إريتريا كمان عاوزين يقسموها جنوب والشمال، والشمال يتقسم على 3، وده يعني قمة يعني قمة الحل الأمثل للقضية الإريترية. يعني هذا مطروح تحت. يعني درسنا هذه المسائل، يعني نحن عارفين مقبلين كثورة الإريترية إلى يعني معركة دبلوماسية قدامنا بيننا وبين إثيوبيا في ظل هذا المناخ الدولي. أما ثاني
تقريبا عبارة عن ملزمة يعني كتيب اللي يقدر يكون فندنا يعني الحقائق التاريخية يعني مطامحنا ايش ردا على ما ورد في الدستور، لكن ابدينا استعدادنا للجلوس مع الاثيوبيين بدون شروط مسبقة وبوفد اريتري واحد علنية ومباشرة وبوساطة السودان وفي القطر. ايش عاوزين السودانيين بهذه السرعة؟ لأنه في بعض المعطيات كانت هل يرتبط بده ولا بالمفاوضات؟ جينا المهم قالوا لنا وفد يسوي بحاضر، عشان كده عاوزينكم زي ما انت اكدت عاوزين تقعدوا معاهم. موقف الجبهة الشعبية صراحة ونبذل جهد نحن ويبذل السودان جهد، وبالنتيجة يا بالرفض يا بالقبول. إذا ما نعرف ما حابين ندخل، لذلك رفضنا منهم. والسودانيين يعني تحرجوا مع الوفد الإثيوبي، قلنا لهم تحرجوا ما تحرجوا ما يهمنا، هذه مسير قضية، مسير قضية بتاع شعب استمر 30 سنة ينادي يعني. يعني حساسية اللي في بين اثيوبيا وبيننا معروفة، عشان كده نحن بهذه السهولة دي إذا عاوزين تدخلوا تكونوا وسطاء يعني ما مستعدين نحن قلنا دي تبرئة تاريخية يعني. عشان كده نحن نكتب مذكرة جائز يعني يفتكروا حاجة، لكن تعرف الأس واحدة أحسن يعني نشكل وقت نقول نكتب لهم بسرعة عشان تمشي لهم قلنا كتبنا وسلمنا. زي كلمة هنتن أمانجو انتهي في اللي زلوا رفرندوم نهزبيو زيتي بزي كلمة هنتكا نخلتي بالسلطان زرأيو أكلات مالتي بل أمانجو خلتي سلطان ويكلتي سرعات ناي إثيوبيا درجي مالتيو سرعات ناي إرتاقا سورة إرتاق مالتيو مخونة أمانجو مريحنة سورة إرتان أمانجو سرعات إثيوبيا كايد الله مالتيو مرح زلو سورة إرتاق كونه سورة إرتاق درو مالت حزب إرتاق درو ناتو رفرندوم هيبو يو زكالة سلون زمرحون أكل الله نخلو نجار سرعات إثيوبيا نزته بزيك المخونة مزغبل نزته زي قرب رفرندوم أب حزب إرتاق مملاس زي كونه مجمريا يتينو عؤوز وكله أكل كوفيلو مسوخ زتي الله مالك كدمي ناب رفرندوم ناب حزبي مقرب نعوز وكله درات ورنف أكل مرحيو سلازلو إتي ذاته بزيك المخونات كايد يكاليب أكل نسخان حزبي أي توكلني خا إلوه نسخة بحزبي مالت زليت حزبي أي توكلني خا إلوه دحريو ناب رفرندوم زملاس سرعات درجي سورة إرترا ويمرحنا سورة إرترا ني حزبي إرترا أي وكلنيو حزبي إرترا إثيوبيا وبإثيوبيا والناتو يزأمن إزيهم جن سخاتكم جن ويمرحنا سورة إرترا جن نفسهم توكلوا ويكم تبعلوا زولا كمان هاي دحريو انبقى إزي أي قدسن أمونغونان أمونغو إثيوبيا أنزلوا خفتح عند داليو وموديلية حزب إرترا عند أخفصان داليو حزب إرترا يتحاتات أبزي أبوتو رفرن كذا حلف مفاوضات الرئيسنا لنا خنبل نخل مالت درجي ندحيتكم اللي صلوا زي كل السخاني بعلي مس مريحنتات سورة إرترا زي قد ساينت ودباتين كوفي لو بقداي إرترا نخزت تقولوا كاب كونه سورة إرترا ودبات إرترا مالت بتقلالو نهزب إرترا كم زود كلا يأمن الله هو تصريح الجبهة الشعبية، هذا ما فيه أي شابه. لذلك هذا الموقف ليس أيضا في دمشق وبعد مقابلة أساس لكارتر في الخرطوم طلع تصريح صحفي باسم متحدث باسم الجبهة الشعبية ووزع على كافة وكالات الأنباء وعلى كافة السفارات، وإحنا أيضا وزعوا لنا ومختوم بختم الجبهة الشعبية ويؤكد أنهم بعد مقابلة كارتر أبدوا استعدادهم للتفاوض مع الحكومة الإسلامية. كل مرة تأتي بشيء جديد ولا تصريح مندوبهم في دمشق. فإحنا حتى الآن ما عندنا مصدر رسمي نعتمد عليه يعني وننسبه للجماعتنا، وده مصادر ما نقدر نعتمد عليها، لكن أيضا لا يمكن أن نغفلها. الجبهة الشعبية أبدت استعدادها على لسان أسياس أفورقي الأمين العام للجبهة الشعبية بأنها مستعدة للتفاوض
مع الحكومة الإثيوبية بشأن حل أقل من الاستقلال. سياسة أفورقي في لندن في رحلته الأخيرة لأوروبا في مقابلة، يعني ما كان في يعني أسئلة وأجوبة، ولكن بعد لقاء تم بين كاتب المقال وبين أسياس ومناقشة مطولة حدثت بين الاثنين، وحتى الكلام من المديح اللي أطرح أسئلة عن موقفهم من الحقوق الوطنية الفلسطينية، عن موقفهم من سوريا، عن موقفهم أيضا من مسألة الحل السلمي اللي هو أقل من الاستقلال. نعتبره مصدر رسمي، لكننا أيضا لا نستطيع أن نغير. هي بالنسبة لها ما يصلح اليوم تعتقد أنه هو صالح للتنظيم وبالتالي صالح لإريتريا، ويمكن أن تغيره أيضا بكرة حسب الضرورات. ني ميتنا زناوحو أب قلي نتبتات ون قلي دنقرقر أب ميتنا زفتر زلو إتي قداي ناي سلامة وفتاح وياب سلامة وفتاح ما أدي أبزوز إحنا له بزي حزنا نقرب مدب طرح أيقونة مخنياتو نحنا كم سورة لناتنا وشتاوي قريتشتات وقنا سريعنا ناحد نتحطو ملشنا مالتيو كم أون ناي سلطان فتو مسنا حد نتحطو أزاميدنا فتحنا يا قاضي وكألنا من قدي أتحيزنا يو ناتنا دبلوماسياوي زمدناتات ماتنا يمحزن نتحطون ناتو ملك هبنايو سنحنا نيرنا انت نخون اتخلو حجي نزارارو زلنا قدايا اي اكاتاقي اي مخنن ميتناون اي مناوحن ولا تسقعاتات همساي غزي كغاط منا زخيل سقعاتاتن كباتاتن ون اي محلون نير مالك كي تسناد خلو كي تعبق خلو وشتاو رقحتاتو وشتاو شجراتو كي وغنا خلو ناب معدزته تقريبا زلو سورة كوينا لنا مالتي إذي ولا نحناون كم سورة وبيتو ناي زررب قداي صعب إلو زارقا أبزها جمنا قذيه بأحقراوي كوننات يخون التي إثيوبيا زي كدما كنت كنزات دلواتي نازبول ويخون ولا بزناي الزونا زي فلوي كنتات انجليزات نزول يخون إتي بأمرنا زمسئ ناي مفاودات ترحي نبرن ناي حد نتحطو ناي سلطان كروكوسا ميدا إرترا زلو حطو إذي كدما بأمرها زمسئ كساع كندي كي تلالخا تقربور لخا كساع كندي إذا زي مدلاوزون ولا نتي مزافي تخا يخون نتوم أب كبابنا يزيتي ما أدخات تقمم إجامهم كالعلوز دلي زلو أهو يعني حيلة تاتون إذي أبو مرنا زمسئ تنقعات كنكون نخلو صفرنا كلينا كنحزون قداتون أجديد الناي حجي أبكرنا بزح تحرق حتى تخون زمالتي إتي موتور ناي كل قدات زي تنقصاقشي سورانا بمخنيات وشتاو شجراتو نتي موتور ناي مفاوضات تتوكبلو أيكل ولا تخكايس حس عطات نهاجر واحد النديو عمل أكلاز خيزلو وددر ناي سلطان حتى المفتاح دي أزون تنك أساقي شو تسنح موتورات إتي أبكر من أزول حتى نتايو نتي هاجراوي علمانا ناي هزبنا دليت المسلن بزي هاسي نزي حتى زي بخمي نما حضره بخمي نزامدو إتي نتي كم زي هاسي بلس أرقارا كما يتمحدروا مدام دمتو ناي حدنت حتو ناتملسي ناي سلطان حتو مسو تزاميدو ناتملسي ناي محزنت حتو باهقراو درجاون ناتملسي بسمينن بمعرابن من السودان بدوبوب مس إثيوبيان جبوتن تداوم صروا سناسن سمين يمنن سعودي عربن تركب بسمينن بمعرابن من السودان بدوبوب مس إثيوبيان جبوتن تداوم ناوش مت باب المندب كعات تجمعهم نمكوت صار كتصالينا حيالات سلطان ويان وددرن نيرترا بكل كرنعات بفلايكا أبسجر بحرن بدوبن نبعدوي ورارات السطح الرمش حين شعات ميتن سسان حدن عامة مهرت تبارع نبايتو حبرات من قسطات بزعبا زقربه
ناي منغستي إثيوبيا مذكر بعيني تاريخ كتمزن كلا أبزع الله مذكر زي تتقاليلو زلو ناي منغستي إثيوبيا مخاتتات أبزي توسن رحوق ناي تاريخ موائلات متأتتاو وات زمعدو أبرئس مخانو نفس وكف قد نايزي مذكر زي حتوتات زلعل المأرمتات زعدن بهلات زتقالة لإيو الأمريكية الاتحاد السوفيتي بريطانيا فرنسا لجنة لتقصي الحقائق في أكتوبر 1947 وقد وصلت هذه اللجنة إلى إريتريا في نوفمبر من نفس العام. شهدت إريتريا خلال هذه الفترة نشاطا سياسيا ملحوظا عم كافة قطاعات الشعب الإريتري، حيث تكونت الأحزاب السياسية ونشطت المؤسسات الدينية لتلعب دورا أساسيا يؤثر في اختيارات الشعب السياسية، كما نشطت القوى الخارجية لا سيما اثيوبيا لترتيب الخارطة السياسية الجديدة في إريتريا المتحدة التي أصدرت في سبتمبر 1950 بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها السياسي والدبلوماسي القرار رقم 390-5 والذي يقضي بربط إريتريا فيدراليا بإثيوبيا. الحكومة الأمريكية بالتسهيلات التي أشار الإمبراطور إلى أنه سوف يمنحها يعني للولايات المتحدة الأمريكية في إريتريا بعد تسليم المنطقة إلى إثيوبيا. وأجاب السيد أكليلو بأن الإمبراطور كان سعيدا بتقديم المساعدة له في هذا الموضوع. وقد أوفى الإمبراطور بوعده فعلا فأبرم اتفاقية مايو 53 مع الولايات المتحدة. جون فوستر دالاس إتي فلوت ناي أمريكا ناي وصاي قداي منستر أبتي ناي حبرات منغستات ناي تابايتو بزعبا قداي إرترا تقبر كتئ كمز السعب كبر تأمني بعيني فتحي انتو غينو ريتون دليتن هزبي إرترا أبقمت كياتو متقبئنيرو قنكي ناي منغستا أمريكا استراتيجيكاوي تقنين أبزونا قيح بحرن مس قداي تلتان سلامن تتحاحيزو كرئي زلو نقراتن ني إرترا محزانا مزخونة إثيوبيا متأسسارا أدلاي يقبرو بكر انتدا أهليو ناي إرترا مس إثيوبيا متأسسار نريتو هزبي إرترا أبقمت زي توي وتصيت نايتي أمونغو إثيوبيان أمريكان زمرحيتو وصيت أمونغو إثيوبيان أمريكا زمرحيتو نعلم هاتينتن التجبرة تقمتات من الرخاب وديت مقامي. ولقيت اللغتان الرسميتان للبلاد العربية والتجرينية، وأنزل العلم الإريتري واستمرت الانتهاكات إلى أن ألقي الوضع الفيدرالي بموجب أمر إمبراطور يحمل رقم 27 لسنة 62. كافة أشكال النضال السلمية من تقديم العرائض والمذكرات إلى الأمم المتحدة إلى جمع التواقيع من المواطنين استنكارا لخلق قرار الأمم المتحدة، وحتى تنظيم الإضرابات والمظاهرات التي بلغت أوجها في عام 58 ووجهت بكل قوة ووحشية من قبل أجهزة القمع الإثيوبية. وسعد العمال والطلبة من نضالاتهم الوطنية بحق تقرير المصير الإريتري، فواجهتهم سلطات الاستعمار الإثيوبي بالمطاردات البوليسية والتسفية الجسدية، كما اضطر الكثير منهم إلى أخذ طريق اللجوء. 58 حركة تحرير إريتريا التي لعبت دورا كبيرا في نشر الوعي السياسي والتنظيمي في صفوف مختلفة قطاعات الشعب الإريتري، إلا أنها لم تكن مؤهلة للاستمرار في قيادة النضال الإريتري. وفي عام 1960 تأسست جبهة تحرير الإريتريا كأول تنظيم وطني إريتري يرفع شعار الكفاح المسلح لطرد قوات الاحتلال الإثيوبي. 1961 أطلق الشهيد البطل حامد إدريس عواتي الشرارة الأولى للكفاح. يتخوتون كله نق زي بل فلكت زي بل سرعة له سلازي يتم مزمزع كي مسي كسوروا له زخون نجارات الله نح قرستي ويكا سوشياليست معرفة أنت معرفة يعني نتيجة بنا خنا قلقلنا نزلا إنتي حزبي كان قلقل كان دستوينا نزلا كاري كون السوشياليزم كاري ترجمات من كيوها إذا كبر الناس عدل كخفتنا يكون سلازي أنت خون إحنا مسير الناس نبرة من أربعة تي اقتصاد مخطط كخون كله كانوا قصاص أرس نخيل لنا نبلنا بحد وكان كنتايل استثمار أجنبي كما تصير لهون بحد وكان كنتايل إتي هاجراوي رأس ناشونال هاجراوي رأس مالون الدنيا نقبروا لنا بحتى وانك كنفلتوا لنا اسكن مركتيلا ناي كامباني مزيان بزن باونس إرترا بزن كله انت خون مو أساب خون أمونغمن
أمونغو إتم هجرامن رأس ماليان زبناهم إتم شركات وإنه خلوا عقم يكون يزبط له سلزي نايب ساي محمد نور زبرة ونعيو قوم قلنا يحشنا إثنين التكنولوجي بدلا وحاتم تقبلنا حد جريدر وخالي جريدر اللي سنة خين امتحان مستوى أبتي ناي هاجر إيكونومي بخمي هنت زبل الأستي تباهلو تحنسي تدرلو كابتي نحنا علامة كابتي نحنا مدرعيو تمركزنا تراينا نزارتنا حانتس بتي نسخة ناتكا من النت كتعقبول تخيل سوفرينيتي مالتيو بقو بتي مديبكا تهو الجواب ده إشيلو يما أزازنبر إتي كابيتاليتي كتقلقللو يقبائيو نمنتاي كابيتال كم متعني هبتاوي معبالي ترايين رأي خوني خيل كن مسط قالو نخيل أجابات بتكور أجابات كن هنس أنت زي كيلنا قداي ناي نحنا كلاسيكال الرأي كنا نبر كمان عندنا أنا مدبات عيو نقطو علينا ما زي كونه معبولها جباب أكال لسنا ندل لنا مالتي أب فتسوم مدوب إقتصادي زت هنس سرعة يو زيادة نريد لنا بكورابشن كبلع كابتي بمدوب إقتصادي ما حوسواس إقتصادي هنيسو ناتو مهوراتن ناتو رئيس مالاويان عدلات النهابن ناتو قد أصرن كخيط زهيك اندلو سرعتها صار ني هاسينت كنقا أصر من بعد برعات يحلونا قلنتنا هنا سرعات ناي وشتنا أجوابات كنقا أصرلو نخيل سرعتات من بعد بميزان وجواب كله 100 تقال أصرنا خنوص أقوام تزيك قالنا بالحتاوي أجواب كنوص أقولو نخيل أجواب حدا زبلو أنا إتي ناي هاجراوي رأس مال بزواح حدا ني مفقات كنبكى على